إن البهجة تعم المكان، بتعم المكان كله. ترتيبات خاصة، الكل كان مستني. القاعة اتملت بالمعازيم. الفرح كان فخم جدا، وليه ما يكونش فخم؟ فهو فرح أخو الرعد الملكي، آسر الملكي، الأخ الأصغر الرعد. الكل كان مترقب، كان واقف هو جنبه بيستقبل المعازيم. كان فرحان جدا بأن أخيرا أخوه لقى عروسة يحبها. كان واقف زي الأسد بيستقبل بكل رحابة صدر. قعد آسر مع أصحابه، كان بيشاكسهم كالعادة. ابسط يا عم، أخوك ما عرفش حاجة. اسكت الله يخرب بيتك. ما خلاص بقى، أديك هتصلح غلطك وهتتجوزها. ايه تاني خايف منه؟ اخرس منك ليه؟ لو رعد وصل له خبر قولوا علينا يا رحمن يا رحيم. ما واقف وبيستقبل المضيوف، وبعدين أخوك بيوصل له كل كبيرة وصغيرة عنك. أكيد عارف بس عامل نفسه مش واخد باله. لا يا فالح، أمي عملت المستحيل عشان ما يوصلوش حاجة، عشان يجي على الفرح وبس، ونتكلم احنا بلسانه. ها، أمك خايفة عليك، بس ده أخوك يا عم. ورعد الملكي أكيد هيداري على الموضوع، يخاف على اسمه برضه. تبقى ما تعرفش رعد. والدته اسمة هانم كانت واقفة بتتكلم في التليفون. اوعى يا بهجت، اوعى يعرف حاجة، هتبقى كارثة. ما تقلقيش، كله تمام. أهم حاجة الفرح ده يعدي، ما تخافيش يا اسمة. أول ما وصل من المطار راح على فيلته، لبس وجه الأوتيل على طول. ما تكلمش مع حد، وكله هيخلص بسرعة. اطمني، ربنا يستر. أما عند رعد اللي كان واقف يستقبل ضيوفه، ألف مبروك يا أمجد باشا. اتكلم لأمجد برحابة صدر وكل فرحة. فالنهاردة حفل زفاف ابنه اللي رد عليه أمجد باندفاع، وهو بيبصله بكره. حاول يداريه بسبب الناس. مبروك. استغرب رد فعله واندفع وكره عينه. لسه كان هيرد بس قطعوا تليفونه اللي رن. أيوة، تمام، طلعوها اوضتها وانا جاي حالا. سابه وطلع، وهو بيبصله بكل كره وحقد. طلع لفوق، وهو كان رايح للأوضة مر بأوضة العروسة اللي لسه ما شافهاش. كان لسه هيعدي من جنبها عشان يدخل الأوضة اللي وراها، لكن صوتها العالي وصراخها خلاه يقف. يلا يا حبيبتي، يلا عشان خاطر أمك، يلا عشان كاتب الكتاب النهاردة. لا يا ماما، لا، أنا مش عايزاه. اهدي قلب أمك، مكياجك هيبوظ كده. ربنا يرضى عنك يا حبيبتي، يلا. لا والله هخلص على نفسي، أنا مش عايزاه. حرام عليكم، ده هو اللي اعتدى عليا. وعند الكلمة دي اتجمد مكانه. اتأكد من رقم الأوضة، هي نفس أوضة عروسة أخوه. فتح الباب ودخل بقوة. لقى ست كبيرة في العمر واقفة، وجنبها عروسة منهارة. كانت لابسة الأبيض ومنهارة، كانت عمالة بتعيط وصوت شهقتها عالي. انتي عشق. بصت له وبصت لمامتها الحزينة، وفجأة اتحولت نظرتها لغضب. انت ايه اللي جابك هنا؟ احنا نازلين وهنكتب الكتاب. هو اندهش جدا من هجومها عليه. انا على فكرة رعد الملكي. ايه اللي بيحصل هنا؟ ما كملش كلامه بسبب العروسة اللي قربت منه. وقفت قدامه واتكلمت وهي بتعيط وقالت: انت هو اخوك الزفت، هو السبب، هو اللي اعتدى عليا، وانت اجبرتني ان اتجوزه. حرام عليك. انهارت على الارض، فضلت تعيط بانهيار. حرام عليك، مش عايزه اتجوزه، هو ذبحني. انا هموت نفسي، والله هموت نفسي. حرام. انا مش عايزه اروح عند ربنا وربنا زعلان مني. انا مش هتجوزه. فجأة لا قدامه العروسة اللي عمالة بتعيط ودموعها نازلة. اتحولت عينها للون الأحمر، كانت بتتكلم بهستيريا وعياط. وقعت مرة واحدة، كانت بتترجاه وبتتهمه إن هو السبب. قعدت مامتها جنبها وأخدتها في حضنها. لا يا ماما، لا يا ماما، أنا مش عايز. حرام يا ماما. أنا مش فاهم حاجة، ممكن حضرتك تفهميني؟ ردت عليه مامتها باندفاع وقالت: أنت هتمثل؟ اتملك أعصابه. معلش، خديني على قد عقلي وفهميني. فين أخوك المحترم؟ دبح بنتي، وحضرتك هددت ومحيت كل الأدلة، زورت كل حاجة، هددت بالفضيحة وبوقف شغلنا، خطفتها وما سبتهاش غير لما وافقنا وما نعملش فضايح. بصلها مصدوم، ما ردش عليها.
خرج الموبايل بتاعه وكلم حد. باشا، الهنم وصلت أوضتها وقطع كلامه بصوت عالي وهو بيقول: الجوازة دي تمت بناء على إيه؟ مش فاهم. ما تهتش أحسن والله، لا تربع الدنيا عليكم كلكم. اللي وصلني إنهم أصحاب وبيحبوا بعض وهيتجوزوا. إيه الحكاية؟ بس رد عليا حالا، وإلا قسما بالله لنسفكوا كلكم. ابتدى هفرقه بتوتر. هو طبعا ما كانش أبدا عايز يعمل كده، لكنه عبد المأمور. يا باشا، أسر بيه يعني اعتدى على هانم. غمض عينه بشدة وفتحهم كانت كالجحيم. يا ولاد المعلومات دي ما وصلتنيش ليه؟ انتفضت هي في حضن مامتها، كانت بتعيط قوي. يا باشا، أنا عبد المأمور. الأوامر جت من بهجت باشا ومن اسمة هانم على لسان سعادتك. مين اللي خطفها؟ احنا. قفل التليفون وحدفه، كسره على الأرض. التليفون اتكسر مليون حتة. كان غضبان جدا. أمه وأخوه والمساعد بتاعه الأمين عملوا كل حاجة. هو دلوقتي هيحرق الدنيا بسبب استغلاله في أمر زي ده. أخوه اللي رباه، إزاي قدر يعمل كده بالطريقة دي؟ غمض عينه وفتحها بهدوء وبص لها وقال لها: أنا آسف، أنا معرفش إن كل ده حصل. اللي كنت أعرفه إنهم أصحاب وحبوا بعض وهيتجوزوا، ومين هددنا وخطف بنتي. للأسف رجالتي، بس مش بأوامر مني، وحالا الفرح هيقف. خرجت عشق من حضن مامتها وهديت عياطها شوية بسبب الكلمة اللي سمعتها منه. هي أخيرا مش هتتجوز اللي اعتدى عليها، وجاي دلوقتي تلغي الفرح علشان بدل الفضيحة يبقوا 2. كان ده صوت باباها اللي جه من الخلف. بص وراه واتكلم وقال: طيب أعمل إيه اللي هيريحكوا وأنا هعمله؟ عايز تلغي الفرح اللي اتجبرنا عليه دلوقتي عشان الناس تتكلم وتقول فيها حاجة؟ ما أصلي فرح أخو المليونير مش هيقف قبل كتب الكتاب بدقايق، إلا لو كان السبب كده، ولا إيه؟ قامت بسرعة وراحت لباباها ودموعها على وشها وقالت: لا، مش هتجوز طول عمري، أنا مش عايزاه. اللي كان بيهدد خلاص، مفيش حد هيموت، بس هو لا، أنا مش عايزاه يا بابا. خدها في حضنه بقلب والد مكلوم، كان بيطبطب عليها: معلش يا حبيبتي، لازم ده يحصل، شهر بس وهيطلقك. لا يا بابا، لا مش هتجوزه، هيعمل فيا كده تاني يا بابا. وفجأة لمحت آلة حادة بتاعت الفواكه على الترابيزة. أنا هموت نفسي، مش عايزاه. حاول والدها ووالدتها إنهم يقربوا وهما بيعيطوا على حالها: لا يا قلب أمك، لا يا حبيبتي، ما تعمليش كده، علشان خاطر أنا يا عشق. حطي يا بنتي، حطي اللي في إيدك دي. ما سمعتش كلامهم وجرحت نفسها. ابتدى ينزل سائل أحمر من نفسها. هو مسك منها الآلة بسرعة، هي وقعت على الأرض. شاف انهيارها، حط الآلة دي على الترابيزة. لو سمحتي يا أمجد باشا، البنات هيدخلوا يظبطوا مكياجها اللي اتبهدل وتنزلها في إيدك، لأن الفرح مش هيقف، كفاية اللي حصل. وخرج بسرعة. وفي خلال ساعة كل الناس كانت مستنية. نزلت هي وهي ماسكة إيد باباها، كانت عمالة بتترعش بفستانها الأبيض وزينتها اللي أخفت أثر عياطها، لكن عينها كانت حزينة ومكسورة. قرب هو من أحد حراسه: تاخد 4 وتقف جنب آسر، ما يتحركش من مكانه، يتفرجوا بس، وعايز حرس على اسمه تاني، فاهم؟ محدش يتحرك منهم. أوامرك يا باشا. مشي وهو مستغرب جدا. فجأة انطفت أنوار القاعة والضوء بقى متسلط على السلم. اتوجه الكل ناحية العروسة وهي نازلة على السلم ماسكة ايد باباها بطلتها البهية وفستانها الفخم جدا وحجابها اللي أضاف لها جمال فوق جمالها. وصلوا للدرجة الأخيرة. كان لسه آسر هيقرب، بس منع الحرس وقال: الأوامر تفضل مكانك يا باشا. ما ردش، بص ناحية أخوه اللي بصله بنظرة خلته يتخشب مكانه. وقف مكانه وعرف إن أخوه أكيد عرف الحقيقة. قرب هو من العروسة، سأله أمجد باستغراب: أمال أخوك فين؟ مش جاي. أمجد غضب جدا وقال: يعني إيه؟ انتوا بتستهبلوا؟ هي مش عايزة تتجوزوا وحضرتك عايز الفرح يكمل، يبقى إيه الحل؟ العريس يتغير. بصله بدهشة وهي بصت له وعينه اتجمعت فيها الدموع. والعريس المرة دي أنا. مشي بيها ناحية ترابيزة المأذون تحت اندهاش والدها
اللي اتسمر مكانه، وتحت دهشة كل المدعوين اللي جم عشان يحضروا فرح أخوه مش فرحه هو. طبعا تعالت أصوات الهمس في القاعة، ووصل بيها لحد الترابيزة، سحب لها كرسي، حس إنها ارتعشت. اقعدي وما تخافيش. قعدت فعلا. جه حد من الحرس جنب أمجد وقال له اتفضل يا باشا عشان كاتب الكتاب. مشي لحد الترابيزة وحط ايده في ايد رعد. كانوا قاعدين مصدومين كلهم وفي حالة دهشة، لحد ما قال المأذون جملته الشهيرة: بارك الله لهما وبارك عليكما، زواج مبارك. طبعا كل الناس سقفت واستدهشت كل اللي كانوا موجودين. أما آسر ومامته فكانوا قاعدين على جنب وحولهم الحرس. تم كتب الكتاب. وقف هو بكل عنجهية ومسك ايدها اللي كانت بتترعش. معلش يا جماعة، ورانا طيارة وشهر عسل، وبعتذر عن الجلطة اللي كانت في الدعوات. صاحب أخويا هو اللي عملهم وحب يعمل فيه مقلب، بس طلع المقلب مش لطيف وطبعا هيتحاسب عليه. آسر وأصحابه ترعشوا، أما هو قال نسيبكوا انتوا استمتعوا بوقتكم. خرج تحت أنظار الكل، سحبها وراه. لما خرج من القاعة اتنفس هو، بص للي كانت بتترعش في ايده، ضمها لحضنه. كان متجاهل كل رعشة كانت في جسمها نظرا لوجود الصحافة الكتيرة. كان بيحاوطهم الحرس والأسئلة كانت في كل مكان. المفروض إن ده فرح أخو حضرتك، إزاي يتبدل العريس؟ وقف وهو ماسك إيدها وهي قربت منه. أعتقد إجابة السؤال اتقالت جوه، إن ده كان مقلب من صاحب آسر، بس عرفت بيه متأخر لأني كنت مسافر. طيب لما حضرتك كنت مسافر كل حاجة تمت إزاي؟ ولا الشغل أهم؟ مفيش حاجة أهم من حبيبتي عشق، بس كان في حاجات لازم تخلص عشان أفضلها في شهر العسل، وشهر العسل يبقى يليق بيها. جه سؤال من بين الصحافة لما لسه هيمشي وقال مش شايف حضرتك إن فرق السن كبير؟ بصلهم وهي لسه في حضنه مش قادرة ترفع نظرها لحد. الحب مفهوش الكلام ده، وكده خلاص مفيش حوارات تاني، انتهى. مشي والحرس وراه، قعدها ورا وهو قعد جنبها، وسواقه الأمين انطلق ناحية المطار. هنا أخيرا هديت، بلعت ريقها وبعدت عنه. كانت بتترعش جدا، بتترعش من الموقف اللي اتحطت فيه. فضلت تعيط كتير جدا. بصي اهدي، أنا آسف إني لمستك، بس ده عشان محدش يشوف عيونك الحمرا. في الفرح محدش شافك من قريب، الصحافة كانت ما هتصدق. مش خوف عليا، لا عليكي. اهدي خالص. عايزة ماما وبابا. حاضر، بس احنا لازم نسافر دلوقتي. لا مش هروح، مش عايزة ارجع، مش عايزة اقابل اخوك ولا عايزة اروح الحفلة، عايزة اروح البيت. بصلها بشفقة وحزن، فهي كانت لسه صغيرة على كل اللي بيحصل معاها. كانت عمالة بتقول كلمات مش لايقة على بعضها. حضنها مرة تانية، فضل يهدي فيها لحد ما نامت والدموع على وشها. أخيرا منذر. أيوة يا باشا، مش محتاجة أقولك، برقبتي يا باشا، استحالة حد يعرف كلمة، وحضرتك مجربني. السكينة كانت على رقبتي وما نطقتش. أصيل يا منذر. خرج تليفونه. ألو، تحضر القصر، أنا جاي، ويكون عندي دكتورة نسا ودكتور نفسي كويسين، وتوضب الأوضة اللي جنب جناحي. نص ساعة في أتليها يبعت هدوم تستلمهم، وتخلي صفا تحطهم في الأوضة. أمرك يا باشا. أول ما قفل التليفون رن التليفون مرة تانية. أيوة يا ابني. يا باشا الناس مشيت، وأمجد باشا شايط وعايز حضرتك. بعد ما طيارتي تطلع، آسر وإسمة هانم بعد بنص ساعة يكونوا في الطيارة اللي بعدها. اديني أمجد. تمام يا باشا، وهي حاليا وصلت المطار ومستنيين حضرتك. تمام، اديني أمجد. بنتي فين؟ اهدى يا أمجد باشا. أهدى ايه وزفت ايه؟ هاتلي بنتي. أنا مقدر حالتك، بس حاليا احنا قصاد الناس في شهر العسل، بس أنا هخليها تبعد عن كل ده عشان تفوق من هيارها، وهخليها تاخد حقها. طب بتضحك على مين؟ تاخد حقها من أخوك؟ رجع لي بنتي. وصل لقمة غضبه وقال له بنتك دلوقتي مراتي، وحضرتك ممكن تلحقني طيران وتبقى جنبها. قفل التليفون خالص، بص للي كانت بتعيط في حضنه. ما انا حس ملامحها قبل كده، كل اللي كان بلاحظه هو عياطها وبس. عيونها الحمراء، وشها الأحمر من كتر العياط، كمان الحجاب اللي كان منع شعرها إنه يشوفه. همس بغضب وديني لربكم كلكم. وصل المطار، وقفت العربية قدام الطيارة الخاصة.
عشق عشق، ما كانش فيه أي رد. عشق انتفضت بفزع، بعدت عنه. خلاص اهدي، يلا عشان وصلنا. نزلوا من العربية، ما سابلهاش أي خيار، نزلها معاه. وأول ما خرجت لقيت نفسها قدام طيارة بيضة باين عليها إنها طيارة خاصة، ووراهم عربيات كتير. قدامهم عربية واحدة بس كان واقف بجانبها حارس واحد. وأول ما فتح الباب لقى بنت صغيرة عندها 4 سنين تقريبا، جريت ناحيته. دادي. حبيبة دادي، عاملة ايه يا روحي؟ أنا مش كويسة، دادي نوتي. ليه نوتي ليه بس؟ عشان ساب جودي لوحد. آسف، أنا مش هسيب جودي لوحدها أبدا أبدا. لاحظت عروسة في فستان أبيض زي اللي بتشوفهم في أمارات ديزني. ايه ده؟ نزلني بسرعة. ليه؟ في عروسة أنا عايزة أشوفها. عارفة دي مين؟ مين؟ دي مرات دادي. يعني ايه؟ مش انتي كنت عايزة مامي زي ولاد الناني؟ خلاص دي هتبقى مامي. الله، فستانها حلو قوي، أنا عايز واحدة زيه. حاضر، تعالي نروح نسلم عليها، بس بالراحة لأنها تعبانة. يا سلام، لازم تاخد دواء عشان تبقى كويسة. طيب أنا هقول لها إيه؟ مامي؟ اسأليها. حاضر. كل ده كان بيحصل قدامها، هي ما سمعتش أي حاجة غير كلمة دادي وعروسة بس، لأنها كانت بصوت عالي. هديت شوية وبصت لهم. قرب هو منها وهو ماسك إيد جودي. هو أنا ينفع أقولك مامي؟ بصت له بدهشة. أصل مامي في السما. ما ردتش عليها، فرغم جمالها وبراءتها لكنها ما كانتش قادرة تتكلم النهاردة. هي دلوقتي نهارت بما فيه الكفاية. قربت منها جودي وقالت: انتي تعبانة؟ دادي قال كده، ممكن لما نوصل إنني تديكي دواء وتبقي كويسة؟ ما تخافيش، ما فيش حقنة. ابتسم على بنته. أما هي فبصت لها وسكتت. باشا، الطيارة جهزت. تمام، ممكن تتفضلوا؟ شني. ما فيش لو سمحت يا بابا؟ خلاص من فضلك شني. وفعلا شالها. ابتسمت هي على العلاقة بينهم. ده باين كده إن بنته بتحبه جدا. افتكرت طفولتها ومامتها وشقاوتها وحياتها السعيدة اللي كانت. ممكن تربطي الحزام؟ بصيت له لقيته بيشاور على حزام الأمان. دادي، هو أنا هنام جنب مامي؟ لا يا حبيبتي، انتي هتنامي في أوضتك وهي في أوضتها، ولو عايزة بيستأذني. حاضر دادي، أنا عايزة أنام. ماشي يا روحي. كانت في حضنه، حضنها وراحت في النوم. وصلت الطيارة، لقيت حرس كتير جدا في استقبالهم. لقيت نفسها في فرنسا. هي عرفت كده من اللغة بتاعتهم. وقفت الطيارة من غير كلام لأنها فعلا تعبت. وصلوا للقصر. القصر كان كبير جدا، بس هي ما عندهاش القدرة على إنها تبص ولا تشوف أي حاجة. هي كانت منهارة، ما عندهاش حتى القدرة إنها تتكلم. هديت شوية لما شافت المكان. نزل وهو شايل بنته واداها للناني وقال لها: طلعي اوضتها. تمام يا باشا. بصيت له لقيت نفسها معاه لوحدهم في الصالة الكبيرة دي. بصيت له بخوف، بس هو قال: بصي يا عشق، هنا كل اللي في القصر مصريين، كله عارف انك مراتي. هعاملك زي جودي لحد ما تفوقي وتبقي كويسة، وبعدين نتكلم وشوفي انت عايزة ايه وعايزة تعاقبي اللي اذوك ازاي. اتشنكت ملامح وشها، ما بقتش قادرة ترد عليه. كمل هو بكل هدوء: بصي، ممكن تهدي؟ فوق ليكي أوضة لوحدك خالص، وفي دكتورة هتكشف عليكي، وفي دكتور نفسي هيتابع معاكي عشان تبقي كويسة. فضلت بصاله، ما تكلمتش. هو ما لقاش أي أمل في ردها، عشان كده قال: طيب خلاص، ممكن تتفضلي على أوضتك والدكاترة هيكشفوا عليكي. صبا، يا صبا. أيوة يا باشا. وصلي الهانم لأوضتها. اتفضلي يا هانم. مشيت معاها زي العروسة المتحركة، وفعلا خضعت للكشف. اتكلمت مع الدكتور النفسي شوية، سابوها. هي فضلت تبص للأوضة. الأوضة كانت جميلة، ما تقدرش تقول حاجة، لكن ما كانتش حاسة بيها بالحياة. شالت أثر الميك اب اللي كان بيخفي عنها كتير. قلعت فستانها اللي كان عامل زي الكفن، كان كفن بالنسبة لها. فتحت الدولاب، لقيت لبس كتير جدا. خدت أي حاجة وراحت للحمام. أيوة يا باشا، الطيارة طلعت، أول ما يوصلوا تجيبهم على القصر. تمام يا باشا. اتنهد، سند راسه على الكرسي، بس ابتسم أول ما شاف بنته الصغيرة داخلة جري بتفتح الباب.
زي كل ليلة. فهي ذكية جدا رغم صغر سنها، إلا إنها بتحتفظ بكرسي خارج باب الأوضة، بتفتح الباب وقت ما تكون عايزة. دادي. نعم. فين مامي؟ في أوضتها حبيبتي. فين دي؟ في الأوضة اللي جنب باب الأوضة اللي بره. دادي، هي ممكن تسيبنا زي مامي نور ما سابتنا؟ غمض عينه بألم. مش عارف، ابقي اسأليها. حاضر. خرجت من حضنه وبسته، وهو بسها كتير جدا. كفاية يا دادي. خلاص، هدخل اخد شاور ونامي على السرير. ماشي. خلصت حمامها، نامت على السرير. نامت من كتر التعب والمجهود، بس هي ما فكرتش. هي خلاص فقدت كل حاجة عندها. هو كان نايم وحاضن بنته. كان اليوم خلاص قرب على الانتهاء. رن موبايله. ألو. أيوة يا باشا، وصلنا القصر. تمام. مسح وشه بغضب، كان عايز يقوم جنب بنته اللي لازقة فيه. حاول، بس هي فتحت عينها. دادي ما تسيبنيش. نام يا روحي شوية، وأنا هنزل أشوف نناه وآسر وأجي على طول. نناه وآسر؟ يلا بسرعة، يلا. يلا إيه؟ نام انتي، يلا. كان كلامه ببعض الحدة. حاضر، بس هشوفهم لما أصحى. ماشي حبيبتي، يلا نامي. راح بسرعة عشان يقابلهم. راح بمنتهى غضب الدنيا، ما لقاش حد غيرهم قاعد. كانوا قاعدين هما الاتنين جنب بعض. أول ما شافهم ظهر الغضب على ملامحهم. الغضب كان خارج من عينه. آسر وقف وهو خايف. أما إسمت فرغم توترها فهي كانت بتحافظ على ثباتها. قرب منه ببطء، كان بيبص لعينه. أما التاني فكان بيبص له بحزن. وفجأة وقع آسر من طوله بسبب الضربة اللي ضربها له رعد. صرخت مامته، قربت من ابنها المتألم. انت بتمد ايدك على اخوك؟ ولسه. انت اتجننت؟ ضحك وكمل ببرود. اتجننت؟ هو انتوا خليتوا فيا عقل؟ وديني لربيكم من اول وجديد. مسكوا من هدومه، وقفوا وقال له بقى انت تعمل كده؟ دي تربيتي؟ ده انت ابني مش اخويا. تخلص على بنت بريئة ليه؟ قول لي عايز تتجوزها وانا كنت اجوزها لك، لما تخلص عليها بأبشع الطرق يا حقير. الدكتورة كشفت عليها همكي. طب راعي انها اول مرة يا كلب. ضربه مرة تانية. ليه؟ ها؟ ليه؟ سيبه يا رعد، سيبه. رماه على الارض. سبته. بتروحي تتفقي من ورايا مع رجالتي، بتتكلموا بلساني وتخطفوا وتهددوا. فرقت بتبصله بقوة. لازم احافظ على ابني. ابنك؟ ابنك واطي. لو عندك بنت وحصل فيها كده كنت سميتي عليه؟ بصت في الأرض، ما تكلمتش. أما آسر فاتكلم بصوت ضعيف وقال: أنا معرفش عملت كده إزاي. أنت هتكذب؟ ده أنت مبهدلها، ولا كأنك شفت ست قبل كده. كنت منيل واخد إيه خليك تعمل في البت كده؟ والله ما أعرف. كل اللي فاكره إننا كنا في حفلة العيد الميلاد وشربنا، ولقيتها مع أصحابي واخدينها على الأوضة. قربت منهم، صحيت لقيت نفسي جنبها وهي كانت كده. أنا اللي أخدتها على المستشفى والله. اهدى كده واحكي لي كل حاجة بالتفصيل. لكنهم سمعوا صوت بتنفس بصوت عالي وشهقات بتصدر من وراهم. بص ورا، لقوها بتعيط. بعد ما نزل ما نامتش الصغيرة، راحت لأوضة عشق. فتحت الباب. مامي مامي. انتفضت عشق، قامت بسرعة، مسكت ايدها وسحبتها. تعالي نشوف نناه، يلا. وصلوا لتحت وسمعت وشافت كل حاجة. لقوها واقفة بتعيط على جنب. جودي كانت عمالة بتحضنها، بتطبطب عليها بحنية، ما تعرفش هي بتعيط ليه. أما آسر فتشل مكانه. هو ما شافهاش من ساعة يوم الحادثة. اتغيرت، مش اتغيرت بس، دي اتبدلت. فين عشق؟ دي خيال منهار، مش موجود فيها أي حياة. فهم معنى كلمة يعني إيه خلصت عليها. قرب منها رعد، خرج جودي من حضنها. روحي لنناه يا حبيبتي. لا خليني، مامي بتعيط ليه؟ بطنها وجعها شوية. يلا روحي لنناه. قربت والدته ومسكتها. أول ما قربت منها انتفضت عشق، قربت من جودي. تعالي يا قلبي نناه. دخلت في حضنها. نناه، هي مامي بتعيط؟ مامي مين؟ قالتها وهي مستغربة. مامي اللي كانت بتعيط وأنا حضنتها. حضنتها وسكتت. أما آسر
فكان بيبص لفراغها ذنب كبير جدا. دخلت أوضتها بسرعة، دخل هو وراها وقفل الباب. فضلت تصرخ وتعيط. هو حاول يقرب منها. خلاص اهدي، اوعى تقرب. وبعدها عيطت وقالت هو انا كنت في حفلة سارة. ايوه سارة صاحبتي وبس، وشربت عصير ايوه خدوني أوضة. انا ما كنتش عايزة اروح، بس ما قدرتش. ما كنتش عايزة والله. انا ما اعرفش حصل ليه، كنت حاسة بكل حاجة ومش عارفة اتحرك. خدني الأوضة، ما اعرفش. وبعدها قامت فجأة ودخلت الحمام، وقفت تحت الدش بانهيار. لمسني. انا مش نضيفة. انا فاكرة كان بيقول لي انتي مزة. انا وفضلت تصرخ وهي تحت الدش بهدومها. لا انا مش كويسة. لا انا كويسة. انا كنت حاسة بس ما اتحركتش. والله كنت حاسة، بس انا مش فاكرة وشه. فاكرة احساسي وانا بتدبح. ضربني. ايوه ساعتها ضربني كتير. ايوه شاف جسمي. كنت بقوله ان انا مش عايزة، كنت بقول مشيني. لا انا مش عايزة ارجع. كل الانهيار والتوهان ده كان تحت عينه. كانت بتقول كلام ملهوش علاقة ببعض. قرب منها، حضنها. هي وقعت على الارض وفضلت تصرخ كتير جدا لحد ما لبسهم اتبل. خلاص اهدي خالص. وفعلا هديت شوية. لا انا خايفة. هو هنا ممكن. لا انا هنزل دلوقتي همشيه. مسكت فيه. هي مشيها. هي خطفتني وكانت هتخليه يدخل يخلص عليا. مشيهم هما الاتنين. لا مشيني انا مش عايزة اقعد هنا تاني. ايوه مش عايزة. حضنها مرة تانية. كل ما كان بيتخيل جودي مكانها كان بيبقى غضبان جدا. كان عايز يكسر اخوه، ابنه اللي رباه. خلاص اهدي وغيري هدومك وانا هنزل امشيهم حالا. خرج لها لبس ليها وشالها وحطها على السرير. حاول يساعدها انها تلبس هدومها. اهدي خالص، هنزل امشيهم وانتي نامي. مسكت في ايده. لا خليك جنبي، هيجي تاني. ابتسم لها. خلاص هديكي ظهري وغيري بسرعة وتعالي اوضتي ونامي جنب جودي وانا حاضر. بس هو ما يجيش. وفعلا غيرت هدومها. هو بصلها، كانت هي لبست هدومها بس عينها كانت حزينة مكسورة، باين عليها انها فقدت بريقها اللامع المحب للحياة. ما كانتش بتبصله. شالها وحطها على السرير بتاعه، نامت فيه كأنها طفلة صغيرة. هو سابها وغير هدومه ونزل لتحت، لقاهم قاعدين. قرب من بنته. يلا يا جودي يا حبيبتي اطلعي. لكن هي كانت قاعدة في حضن جدتها. أنا عايزة أفضل مع نناه. مش كنتي عايزة تنامي جنب مامي؟ اطلعي، هي في أوضتي. بصيت له بسعادة وطلعت بسرعة. وقف هو لحد ما اختفت بنته. اتفضلوا، الحرس هيوديكم البيت التاني. لسه مامته هتتكلم بس هو قاطعها وقال لو سمحتي من غير مقاطعة اتفضلوا، وأنا هعرف كل حاجة بطريقتي، واللي غلط هيتحاسب. طلع وسابهم. هما راحوا مع الحرس. أول ما طلع لقى بنته نايمة جنبها على السرير، أما هي فكانت نايمة باصة للسقف. كانت هي بتتكلم بصوت طفولي. مامي اسمك حلو خالص، وعينك حلوة، شعرك كمان طويل وجميل، ممكن تعملي لي ضفيرة؟ مامي ردي عليا. دخل بسرعة، شال بنته اللي كانت بتعيط. مالك يا روحي بس؟ ماما مش بترد، هي بس تعبانة. ايه رأيك تنامي في حضنها؟ مسحت دموعها وقالت حاضر. نيمها في النص بينهم. قربت هي منها، لفت ايديها عليها ونامت. اول ما عملت الحركة دي لقيت عشق دخلتها في حضنها لحد ما ضحكت البرية الصغيرة. بتحبني يا بابي؟ نامي يا حبيبة بابي. ما عدش ثواني وفجأة غمضت عينها وراحت في نوم عميق. فضل هو يبص لها، بداية من شعرها اللي كان مبلول، عينها اللي كان لونها بالأحمر، كل حاجة. وشها كله كان محمر. هو ما كانش عارف
مين فيهم اللي بيحضن التاني؟ بنته اللي بتحضنه ولا هي اللي بتحضن بنته؟ اتنهد وغمض عينه، كان بيحاول يوقف دماغه عن التفكير ونام. نام ساعتين بس. فاق على صوتها وهي بتعيط، انتفض. خرجت من حضن بنته، بقت نايمة على ظهرها ودموعها نازلة على وشها. لا لا، ابعد ابعد. شالها بسرعة عشان ما تصحيش جودي. هي دفنت وشها فيه، كانت عايزة تصرخ بكل ما فيها. لف ايده حوالينها، دخل بيها لأوضتها. هي كانت بتعيط وبتصرخ بس بصوت مكتوم. قاعدة على السرير وهي لسه في حضنه. ايه دي؟ انتي هنا معايا انا. فتحت عينها ببطء، كانت قريبة منه لحد كبير. لأول مرة من المرات اللي شافها فيها كان بيشوف موج بحر عينها اللي كان بيكسوه لون الأحمر. فك ايده منها وقربها من وشها، ابتدى يمسح دموعها. حست هي بأمان باباها. ما كانتش الرؤية واضحة عندها لأن عينها كانت مدمعة جدا. مالت في حضنه وقالت بابا، خبيني يا بابا. أول ما قالت كده زادت ضربات قلبه. نام على السرير وخدها في حضنه. عدى كام ساعة، صحي هو، لا وضعهم زي ما هو. نيمها بالراحة على السرير وراح عشان يجيب بنته عشان تنام في حضنها. وراح هو للشركة. أسبوع مر وكل يوم بيحصل نفس السيناريو، لكن هي كانت بتتابع مع الدكتور النفسي أكتر. اتجاوبت معاه، كانت بتتبع تعليمات الدكاترة، ما كانتش بتتكلم كتير. كانت جودي بتتابعها باهتمام، ما كانتش تعرف ليه. كانت بتبصلها دايما من الوقت للتاني، ولما تنتبه لها ما كانتش بتبصلها. هو ما كانش بيروح أبدا لمامته ولا لأخوه لحد ما يقدر يجمع كل الخيوط. النهاردة خرجت هي وجود لجنينة البيت الكبير. كانت الجنينة مليانة بالألعاب والأشجار والحرس كمان. كان في حمام سباحة صغير لجودي وحمام سباحة كبير. قعدت هي على الجنينة وقعدت جودي جنبها، حطت راسها على رجلها. كانت هي عمالة بتضحك بصوت عالي، ضحكتها الطفولية، عيونها مفتوحة. كانت قاعدة بتبص لحمام السباحة وبس. فجأة خلعت لبسها ورمت نفسها في حمام السباحة تحت ضحك جودي. فهي بالنسبة لها كانت بتفتكر إنها بتلعبها. أما الحرس فدوروا وشهم الناحية التانية علشان هم عارفين هو هيغضب قد إيه. كان هو قاعد جوه بيراجع بعض الأوراق المهمة، لقى الموبايل بتاعه بيرن بأحد من الحراس بتاع المنزل بتاعه. استغرب جدا. أيوة يا ابني. باشا، الهانم نزلت البسين. وقف بسرعة، كان بينادي على صفا علشان تيجي وراه. وصل بسرعة، لقاها تحت المية وبنته عمالة بتضحك. صرخ في صبا، خدي جودي دخليها بسرعة. نزل هو في البحر عشان يشيلها بسرعة. أول ما طلعها فوق سطح المية شهقوا وتنفسوا بسرعة. بصيت له بابتسامة شافها لأول مرة. ما تخافش، أنا بعرف أعوم كويس، اتنفس. وابتسمت هي واتكلمت وقالت هو ليه ريحتك كل يوم الصبح بتبقى على هدومي؟ بصلها، باين عليها إنها ابتدت تبقى كويسة وابتدت تتجاوب معاه. ما ردش عليها، غير الكلام وقال بتحب جودي؟ مش عارفة، حسها بنتي جدا. جواب مختصر كان بيفيد كل حاجة. سألته بحزن هو خلاص يعني ينفع أجيب بيبي حلو زي جودي؟ بصلها وقال لها أكيد تقدري، بس نستنى 2 بالكتير. هو أنا كده واحدة مش كويسة؟ بصلها بصدمة وهي بتسأل الأسئلة العشوائية دي. ابتسم بحنية. لا، انتي ضحية وربنا بيحبك فاختبرك. هزت راسها كأنها ما سمعتش حاجة. طلعت من حمام السباحة. هو اتصدم لأن لبسها كان مليان بالمية طبعا وكان لازق جدا على جسمها. خرج وراه وهو غاضب جدا. دخلت أوضتها وغيرت لبسها ولبست روب. دخل هو وراها. انت ازاي تنزلي البسين كده؟ في حرس. عادي، هما هيشوفوا ايه؟ ما خلاص. مسكها من كتفها وهزها بنبرة حادة غاضبة. فوقي فوقي، اللي عندي بيقول انك بتتعاملي زي جودي. فين ضحكتك؟ ها؟ انت فين؟ اخوك دبحني. حضنها، هي كمان حضنته. هو انا ليه بحس معاك بأمان بابا؟ خلينا كده لحد ما تفوقي خالص وبعدين نبقى نتكلم في احساسنا. هو انت هتطلقني صح؟ ما هتعيش مع واحدة
أخوك هو اللي عمل فيها كده؟ هو اللي اعتدى عليها؟ ما تقوليش كده، انت مش غلطانة. أنا هعرف كل حاجة وهجيب حقك من اللي أذوكي، وأنا مش هطلقك. هتبقي كويسة، وانت اللي هتعيشي مع واحد أكبر منك ب20 سنة. أنا عايزة أرجع زي ما كنت، عايزة أخف وأنسى. حاضر، لازم تخفي علشان تاخدي حقك، وتتابعي كويس مع الدكاترة، وتفعلي معانا. كلميني وكلمي جودي، هي حبتك جدا. هو انت هتجيب لي حقي من أخوك؟ هجيب حقك من اللي أذاكي أيا كان. لما خرجت هو اتصدم من شكلها، لقى قصة شعرها اللي كان طويل جدا دلوقتي بقى قصير. قرب منها. ليه كده؟ ماما دايما زمان كانت بتقصلي طراطيف شعري وتقولي عشان يطول بسرعة، وكل ما يطول هتنسي أصلا إنك كنتي قصاه. عشان كده قصيت نصه عشان يطول بسرعة وأنسى كل حاجة. أنا آسف، أنا فعلا آسف، وأخد لك حقك، ما تخافيش. قوليلي، تحبي تنزلي تقعدي مع جودي؟ هي ليه اسمها جودي؟ نور مراتي كانت عايزاها حتة مني في كل حاجة، حبت تسميها جودي عشان هي بتحب الاسم ده. ما تكلمتش أكتر من كده، وما بينتش أي رد فعل. نزل وهي وراه، لقى جودي مع صفا. يبقى يا دادا، عايزة أروح أتفرج على مامي وهي بتلعب في المية. تعالي يا حبيبة بابي. جريت هي ناحية باباها، شالها مامي ومدت دراعها عشان تشيلها، وفعلا عشق شالتها. أنا بحبك، حبيني. قالت لها أنا بحبك يا جودي. مامي بتحبني يا بابي. إيه ده؟ مين أخد شعرك؟ أنا قصيته. إيه رأيك كده حلو؟ لا، وهو طويل حلو كده وحش. جودي كده برضو حلو، ها؟ عشان مامي ما تزعلش. لا يا بابي، قلت لي ما كدبش، هو مش حلو بس مامي ما زعلتش. ايه رأيك كل يوم تسرحي لي وهو هيطول تاني؟ بجد بجد. فرحت الطفلة الصغيرة. وقف هو بص لفرحتها، فقبل الحادثة أكيد كانت ابتسامتها كده. بص لفرحة بنته ونظرتها ليها، وأقسم جواه بمعاقبة كل من ليه دخل في كده. عدى اليوم وهي بتتفاعل مع جودي أكتر وأكتر، بتتكلم شوية بسيطة مع رعد. وحان وقت النوم، نامت جودي وهي في حضنها. تعبت من كتر اللعب، هاتيها أطلعها. هزت راسها، طلع هو وهي طلعت وراه. قرب منها. من النهاردة هتنامي هنا جنب جودي وجنبي، والكوابيس لما تيجي أنا هتصرف. لازم نعدي من الأزمة دي. كأنها ما سمعتش أي حاجة، بصت له وقالت له أنت ليه اتجوزتني؟ اندهش من تحولها، لكن الدكتور كان قايل له إنها تصرفاتها هتدهشه الفترة الجاية لحد ما هتشفى وتبقى كويسة. عايزة الحقيقة وقتها ولا دلوقتي؟ الاتنين. طب تعالي ننزل نقعد تحت. مشيت وهو مشي وراها، قعدوا مع بعض. بصي، في الأول لما عرفت كنت هطربق الدنيا، لكن أبوكي كان عنده حق، سمعتي كانت هتبوظ. ابتسمت بسخرية فرد وقال اللي حصل محدش يعرفه غير العيلتين وشوية صحاب، إنما المجتمع والميديا والوسط بتاعنا محدش يعرف حاجة. فمع إلغاء الفرح انتي المتضررة، ومع إصرارك إنك ما تتجوزهوش كنتي هتخلصي على نفسك. اتخيلت جودي مكانك، معرفش ليه، فكان قدامي حل وحيد، إن الفرح يتم بس العريس هو اللي يتغير، وبفكرة تخلي العريس يتخرس ويقتنعوا. فكان لازم أبقى أنا وأقول إن كان في غلط في الدعوات، كان في نيتي كام شهر تتعالجي وأعصابك تهدى وأطلقك وترجعي لحياتك. أيوة كنت، بس دلوقتي بنتي اتعلقت بيكي جدا ومش هستحمل تخسر تاني. كل ما بتكبر بتسأل على أمها، بس معاكي حبتك، وانتي كمان معاها بتنسي شوية. وإيه هيحصل؟ بصي يا عش، ربنا رتبها كده، معرفش إيه السبب، بس حاليا انتي مراتي. عارف إن في فرق سن كبير بينا، بس هعاملك كبنتي قبل مراتي، وهستنى لحد ما تتقبليني وتشد حيلك وترجعي العشق القديمة اللي جالي معلومات عنها، اللي ببهجتها كانت بتملى المكان. أنا مش هكدب عليكي وأقولك إنك حبيتك، بس في قبول. احسبها بالعقل، وما تقوليش أبدا إنها شفقة. في مليون طريقة أقدر أساعدك بيها، لكن زي ما انتي محتاجاني أنا كمان محتاجك، سواء في حياتي أو في حياة بنتي. بصيت له، فضلت بصة لعينه، كانت بتشوف الصدق فيهم. طب هتجيب حقي من أخوك إزاي؟ هتأكد من شوية حاجات
واللي انتي تقرريه هنفذه. هي مامة جودي ماتت ازاي؟ انا احكي لك. انا ونور، نور كانت السكرتيرة بتاعتي، كان بينا تفاهم واعجاب كبير. اتجوزنا، فضلنا 10 سنين من غير ما نخلف، عملنا كل حاجة من غير تحاليل وفحوصات، وسافرنا لأكتر من دكتور. كله كان كلامه واحد، مفيش أي عيب لا مني ولا منها. فضلنا عايشين لحد ما فجأة واحنا بنتعشى بره أغمى عليها. جرينا على المستشفى، اكتشفنا إنها حامل في 2 شهر. فرحنا قوي، قضينا 9 شهور في سعادة وتخطيط لحياة جودي. أمنا ليها كل حاجة تقدر تخليها تعيش لي 100 سنة قدام، وإحنا مش خايفين عليها. جه يوم الولادة، كل حاجة كانت ماشية طبيعي، بس خرجت جودي وما خرجتش نور. بس أنا أسفة إني فكرتك. عشق، اسمك نفس حروف اسمي، عشق ورعد. بصي، إحنا هنمشي على علاجك كله، هنقرب شوية شوية. مش عايزك تخافي أو تعملي حاجة انتي مش عايزاها أبدا. عمري ما أغصبك على حاجة، إحنا لينا عند بعض دلوقتي الاحترام، وبعدين نشوف الحكاية مشاعرنا لما الدنيا تهدى. وأنا مش هطالبك بأي حاجة. مش هتقرب مني وأنا مش عايزة؟ عمري ما هقبلها على نفسي قبلك. أنا قلتلك هعملك كبنتي قبل مراتي. أنا هراعي حالتك، بس أنا بشر برضو، مهما كانت درجة تحملي فلا تجاوزت سامحيني. أي نعم مش هيبقى فيه تجاوز كبير، بس في احتمال يبقى فيه قرب، وأعتقد إنك مش بتخافي مني وبتحسي في أمان معايا. أيوة بحس بأمان هنا، بس ما تجيبهمش هنا تاني، أو خرجني من هنا لما تجيبهم. حاضر، مش هحطك في الموقف ده تاني. بص لعينها وقال لها عينيكي ميتة قوي، رجع لهم الحياة. ساعدني، قالتها بنبرة كلها انكسار، نبرة محتاجة فعلا للمساعدة. أنا هساعدك، أنا جنبك. حاولت تهدى شوية، بصلها لقاها نامت. شالها وطلع الأوضة، نايمها على السرير، بس ملقاش جودي. راح علشان يشوفها في أوضتها، لقاها نايمة جنب صفا. صحيت وجاتلي تنام في حضني. بصلها وسكت ومشي. خرج من الأوضة واتصل بحد. ألو. أيوة يا باشا. وصلتوا لإيه؟ قال له الطرف التاني حاجة، بكرة يبقوا عندي هنا في القصر، تتصرفوا وتجيبوهم لي. أوامرك يا باشا. وقت ما يوصلوا عايز آسر وإسمت هانم معاهم عندي في القصر، وجودي تختفي تماما من القصر، تاخدهم هي والحرس وصفا لبيت الجبل. تمام يا باشا. طلع لقاها نايمة بعمق، غير هدومه ونام جنبها، قربها من حضنه وحضنها. هي نامت في حضنه. هو كان نايم بيفكر، يا ترى ايه اللي هيحصل بكرة؟ كل الموازين هتتقلب. هو كان بيدعي إن هي بس تتحمل كل اللي هيحصل بكرة. صحي الصبح على صوت بنته وهي عمالة بتلاقي وشه. بابي اصحى بقى. فتح عينه وقال نام شوية ونقوم. لا يلا نصحى وصحي مامي عشان تلعب زي امبارح. طب يلا انزلي قولي لدادا صفاء تحضر الفطار. اوكي. أول ما خرجت بصي جنبه عشان يشوفها نايمة بعمق. قرب منها، كان بيحرك ايده على ملامحها. هو نسي نفسه. هي فتحت عينها. في البداية كانت خايفة، بس أول ما شافته هديت وهدت نفسها. رفع عينه عشان يبص لعينها، لقى فيهم الهدوء. عينك حلوة. هبست بصوت واطي. وانت كمان. رفع ايدها وقال المسيني. بصت له. هو غمض عينه وهو كان بيستمتع بلمسة ايدها على وشه. هي ما كانتش عارفة ليه بتحس بالأمان معاه وليه توعته أصلا. فتح عينه، بص لعينها وقال لها حسيتي بإيه؟ ما اتكلمتش، بصت له بس. أما هو ابتسم علشان هي ما كانتش خايفة. قرب أكتر وقال لها بهمس حاسة بقرف. هزت راسها بمعنى لأ، هي مش عارفة ليه أصلا بترد عليه. قرب أكتر، بس ساعتها هي قالت له ابعد. بصت لعينه، للأمان اللي كانت في عيونه، بس هو قرب منها أكتر وقال لها غمضي عينيكي وحسي بيا. قفلت عينها وهو قرب منها، بس قرب منها بالراحة، زي اللي كان خايف على الإزاز إنه يتكسر. هي كانت خايفة، كانت بتتحرك بهستيريا. هو قال لها اهدي خالص. ها اللي حصل؟ ما تلمسنيش تاني وانت بتقرب مني. مش فاهم. قرب بس ما تلمسنيش. ما تلمسي مكان لمسه، بحس ان هو اللي بيلمسني. هو لمسني بالطريقة دي. خلاص اهدي.
مش هلمسك تاني. طيب ايه رأيك تبقي تلمسيني انتي؟ قرب منها مرة تانية. خلاص خلاص، مش عايزة. لقاها بتترعش، محدش يقرب أكتر من كده. خلاص يلا قومي خدي شاور وننزل عشان نفطر. بصلها بابتسامة وسابها ومشي. هي ما تعرفش شعورها ايه، هي بس حاسة بالأمان معاه، بتتكلم معاه بتلقائية من غير أي قيود. لبست هدومها وما لبستش حجابها ونزلت لتحت. لقيت جودي بتقول كده غلط، مامي اتأخرت. يا جودي مامي نازلة حالا. لا لا يا بوبي، انت بتقولي نوتي لما اتأخر على الأكل. يعني عايزة ايه دلوقتي يا جودي؟ تقول نوتي المامي زيي. نوتي؟ حاضر هقول لها. مامي قالتها أول ما شافتها. ضحك على بنته اللي كانت من شوية بتقدمها على تأخيرها، لكن أول ما شافتها جريت عليها. أنا أسفة على التأخير. سامحها يا بابي خلاص. انتي يا بنتي مش قلتيلي أزعق لها؟ أيوة بس خلاص ما تقولهاش أحسن تزعل. ماشي يلا بقى نفطر. قرب منها وقال لها سمعتيها؟ بريئة قوي زيك. أنا كنت بريئة. خدها وقعدوا على الفطار، وبعد ما فطروا دخل مكتبه، وهي وجودي فضلوا قاعدين مع بعض. دخل عليه الحرس. باشا الناس وصلوا، خليهم بره لما أقولك دخلهم. تمام يا باشا. طلع لفوق لقاها قاعدة مع بنته. مامي هو انتي هتمشي؟ أمشي فين؟ تسيبيني؟ لا أنا هفضل هنا. هو ممكن تحبيني حتى لو في وقت ما لعبتش معاكي؟ حضنتها جودي. أنا بحبك قوي. دخل عليهم. جودي يلا حبيبة بوبي، هتروحي مع دادا صفا لبيت الجبل، هخلص شغل واجي أنا ومامي ونلعب بالتلج. ماشي هنلعب بكل حاجة. خرجت بسرعة وهي بتنادي على دادا صفا. قرب منها لقاها بتبصله وكأن في سؤال في عينها. اسألي. ليه جودي هتبعدها؟ احنا هنخلص كام حاجة وهنبات الليلة دي هناك. هنخلص؟ أنا هعمل ايه؟ مسك ايدها وقال لها بهدوء بصي، انت النهاردة هتاخدي حقك. في تفاصيل انت ما تعرفيهاش هتعرفيها، بس عايزك تستحملي لحد ما كل حاجة تخلص. ايه اللي هيحصل؟ بصي عشان تبقي كويسة وترجعي زي الأول انت لازم تواجهي. لا لا لا, لا أنا مش عايزة أواجه. لا لا. لو بتثقي فيا لازم تبقي عارفة ان دي أفضل حاجة هتسرع من شفاكي. لازم تواجهي وتعرفي الحقيقة مهما كانت متعبة أو مؤلمة. لازم تتخطي كل ده. بس مفيش بس. يلا دلوقتي هتقومي تغيري وتلبسي هدومك وحجابك وهتنزلي معايا، وخلي ايدك في ايدي. ما تخافيش، مفيش حد هيقدر يقرب لك طول ما انا جنبك. بصيت له وهزت راسها وهي متوترة. لبست هدوم له تحت وخلفهم الحرس. دخل آسر ومامته وتلاتة من أصحابه، أصحاب آسر، وهم مضروبين. ايه اللي حصل؟ مين عمل فيكم كده؟ أنا هرعد. وهو بيبص لأخوه اللي قاعد جنب أصحابه. مامته كانت عايزة تهرب. أنا هروح أشوف جودي. لا خليكي يا اسمة هانم، جودي برا البيت، ما ينفعش تسمع ولا تشوف اللي هيحصل. وقعدت هي جنبه وهي خايفة ولازقة فيه. نتكلم. معلش يا هاني، انت ورامي ونور رجالتي سلموا عليكم، بس شكلهم سلموا بالجامد. ايه يا آسر؟ هو أنا كنت شاكك، مش تربيتي اللي تعمل كده، بس برضه حبيت أفهم. شغل الفيديو يا ياسر. أمرك يا باشا. انتفضت لما سمعت صوتها. بصت للشاشة، شافتها كانت بتتكلم وبتضحك مع أصحابها، ويجيها الجرسون واداها عصير وشربته. في ساعتها كانت عايزة تدخل الحمام، لكن لما خرجت لقيت هاني في وشها. كانت عايزة تمشي بعيد عنه، بس هو مسكها وقال لها تعالي أنا عايزة أروح. قالت وهي دايخة مش قادرة تقف. تعالي وأنا هريحك خالص. كان قاعد آسر مع التانيين. اتكلم آسر وقال الحق انت وهو، هو أخدها فين؟ وإحنا مالنا؟ تعال اقعد، هي مش طالعة بمزاجها؟ وقف آسر بسرعة. لا يا عم، عيشي مش كده، ملناش دعوة. ما بصلهمش، سابهم وطلع لفوق وهم طلعوا وراه. وأول ما وصل لباب الأوضة لقى اللي بيضربوا على راسه، ودخلوه الأوضة جنب عشق. وقف في الشريط وجي بعد ساعتين وهما بيقلعوا له الهدوم وسايبينه نايم جنبها، وهي كانت غرقانة.
وحواليها اللون الأحمر مغرق السرير. هي ما صرختش، عينيها كانت بصة قدامها باتساع شديد. أما اسمت فقعدت ما قدرتش تتكلم. أما آسر فاتصدم جدا لما عرف إن أصحابه هما اللي عملوا كده وهما اللي لزقوها فيه، لكن من جواه كان فرحان جدا إن هو ما لمسهاش ولا جه جنبها، فرحان إن هو ما عملش الجريمة دي. انت جبت الفيديو ده منين؟ قام من جنبها وقرب من رامي. هو انت فاكر ان ادهم النمر هيعمل لكم الحفلة دي وعيد الميلاد من غير ولا مليم لوجه الله كده ولا دعاية زي ما بيقول؟ ده بيصور كل حاجة بتحصل عشان لما يعوز حاجة من بابا الوزير يبعت الطلب مرفق بالفيديو. بس دلوقتي مراتك مش هتفضحها وتسجننا، والفيديوهات مع ادهم النمر مش هيسيبك والله يرحمه. رد بكل برود على هاني وبعدين بص لرامي ونور. معلش اصله هددوا بالفيديوهات وما قالكوش، بس عجبته لعبتكم. بس لما انا اللي اتجوزت عشق كله اتقلب. بص لأخوه امه. شفتي يا اسمت هانم لما دريتي وخططتي وخطفتي وهددتي؟ شايفه الموضوع خلصته في اسبوع. انا كنت خايفه على ابنك ده انا اللي مربيه، ده ابني، انا خايفه عليه مني كنت هسمعه. بس لا، اسمت هانم لازم تحط التاتش بتاعها. اما آسر فبص بذهول. انا ما لمستهاش، انا ما عملتش حاجه والله. ايوه يا آسر، اوعى تخبي حاجه مره تانية. دلوقتي عشق مراتي يعني مرات اخوك، صعب في الاول التعامل بينكم بس بعد كده كله مع الوقت بيهون. قرب منها ووقفها. قولي عايزه تاخدي حقك ازاي؟ اللي انت عايزاها اعمله. هم مش واحد. شوفي عايزه توجعيهم ازاي. مش عارفه بس هم حرقوني حيه، مفيش وجع هيجيب حقي. لا في ياسر، تخيرهم يا تتقطع رجل يا ايد، وكل واحد شغل اهله هيقف ويعيشوا عالة كده. باقي الفيديوهات اللي كانت مع ادهم بخصوص كل واحد فيهم تتشير. عايز الفضايح تغرق الدنيا. تمام يا باشا. لا يا رعد بيه، سامحينا يا عاشق هانم، سامحينا. لسه هيقرب منها صرخت من لمسته. قرب منه وضرب ال3. خدوهم واللي قلته يتنفذ. كل ده تحت انظار اسمت وآسر اللي كانوا قاعدين بيتفرجوا بس. اما هي فوقعت على الارض مغمى عليها. شالها وطلع لفوق. شالها هو وطلع بيها على فوق. اما هي فكانت عمالة بتعيط بحرقة على كل اللي حصل لها، لانه شاف جزء من الفيديو ما قدرش يتحمل. هم سلبوا براءتها بكل وحشية. مسح الجزء ده بنفسه وهو اللي صمم الفيديو اللي شافوه تحت، وده اللي هيوريه لباباها، لانه كان فيه لقطات كتير ما كانش لازم حد يشوفه غيره وهو وبس، لانه لازم يستر عليها. دخل بيها الأوضة وقعدها على السرير وقعد جنبها. عشق ما ردتش عليه، كانت عمالة بتعيط وبس. عشق أنا جبتلك حقك زي ما وعدتك، والفيديو اترعشت هي. اهدي، أنا مسحته، مفيش حد هيشوفه. اهدي خلاص، حقك رجع. مع إن آسر مش جنبك، بس أنا عارف إنه صعب عليكي تشوفيه، وانتي أخدتي فترة مفكرة إن هو اللي أذاكي. عشان كده إحنا هنقعد في بيت الجبل شوية لحد ما تبقي كويسة، وهما اللي هيقعدوا هنا. شايفة الحمام ده؟ هندخل أنا وانتي دلوقتي. إحنا طهرنا جسمك قبل كده وجبنا حقك، دلوقتي هطهر روحك وهمحي كل لمسة لمسوهالك. بصت هي من غير كلام. كمل هو وقال عمري ما هقرب غصب عنك، كل اللي هعمله هعملك زي البيبي. أنا اللي هعملك الشاور بتاعك زي بنتي بالظبط، ومن دلوقتي مش هقرب أكتر من حضن وبس. انتي اللي هتقربي لما تعوزي، أو مفيش كسوف بينا. وفعلا شالها ودخل الحمام، فتح المية، وقفها، بص لعينها، وقفها بهدومها. المية كانت نازلة عليها، هي كانت مكسوفة لأن لبسها لزق في جسمها. أما هو ففضل ينزل المية على جسمها أكتر وأكتر، وبعدها شالها وحطها على السرير، غير لها هدومها تحت خجلها الشديد، نشف لها شعرها ونيمها على السرير. 5 دقايق هلبس وهنخرج. خرج من الأوضة، راح لأوضة الملابس، لبس لبسه بسرعة ورجع، لقاها نايمة.
لبسها الحجاب وشالها لتحت، لقوهم زي ما هم قاعدين، بصلهم بس وخرج، ركب العربية وراحوا لبيت الجبل. يا ريتنا كنا قلنا له من الأول يا ماما. بصيت له والدته بحزن. كنت خايفة عليك من رد فعله، انت عارف رعد صعب قد ايه في الغلط، انت عارف كده، بس اهو عارف وحل كل حاجة يا اسمة هانم. يا حبيبي يا حبيبي، والله انا خفت عليك. خفتي عليا؟ انتي اللي وصلتينا لكل ده، ولا حاجة غير ان الحقيقة ما كانتش هتبان، وانا افضل مذنب وكاره نفسي طول عمري. خلاص كل حاجة خلصت، وانت اللي ما لمستهاش يا ياسر. انتهى، وشوية ورعد هيطلقها. بصلها اتفاجئ منها. انا ما بقتش فاهمك يا اسمة هانم، ما بقتش فاهمك خالص. سابها وخرج من القصر. وصل هو للقصر، كانت هي لسه نايمة. نزل من العربية وشالها، لقى بنته عمالة بتلعب. قرب منها. انت ليه شايل مامي؟ مامي نامت في الطريق زي ما جودي بتنام، بس جودي صغيرة ومامي كبيرة. تعالي ورايا يا جودي، يلا عشان ننيم ماما على السرير، وقولي كل اللي انت عايزة فوق. حاضر. فتحت عينها، لقيت نفسها في أوضة غريبة عليها. لقيت جسم صغير حاضنها. شمت الريحة، لقيتها جودي، هي ريحتها زي ريحته بالظبط. لفت راسها، لقيته نايم جنبه لكنه بعيد عنهم شوية. خرجت جودي من حضنها ودخلت هي في حضنه، حضنها بحنية. نامي نامي يا عشق، نامي حبيبتي. عدى أسبوع. عشق كانت بترجع لحياتها الطبيعية تدريجيا، بتلعب مع جودي، وعلاقتها برعد كانت بتزيد كل يوم عن اليوم اللي قبله. فضلت اسمة هانم في القصر، أما آسر فساب القصر خالص تحت أوامر رعد، وسكن في سكن العمال، شقة خصصها لعماله. هو آسر ما لمسهاش، بس كفاية إنه هو كان أخطأ لما كذب عليه. كان عايز يعاقبه، خلاه يتحمل المسؤولية. سلموا شغل مع العملاء في الشركة بمواعيد مهلكة جدا، وطبعا آسر ما قدرش إنه يشتكي. عرف ولد حور بالحقيقة، وكان عايز يرجع بنته. اتكلم معاهم رعد، رفض عودتها لأن هي دلوقتي مراته، أما هي فكانت لسه بتتابع مع دكتورها النفسي. رجع من بره، لقى البيت هادي. طلع لأوضة جودي اللي كانت قاعدة بتلعب فيها، لقى بنته نايمة مع صفا. استغرب، أمال عيشة تكون راحت فين؟ راح للأوضة بتاعتهم، فتح باب الأوضة لكنه شافها وهي واقفة قدام المراية. كانت لابسة فستان أبيض قصير. وأخيرا رجعت لها نظرتها مرة تانية، هي قدامه أنثى، لكن الدكتور ما أذنش لسه. هو استغرب ليه هي بتعمل كده. قرب منها وهو مندهش جدا من أنوثتها. انتي كويسة؟ لفت ايدها حوالين رقبته. كويسة، انت وحشتني. انتي اكتر. حضنها. ليه عاملة كده؟ خرجت من حضنه وبصت في عينه وقالت له علشان عايزة أكون معاك. لسه بدري على كده. لا لا لا، أنا كويسة خالص. فضل بص جوه عينها، ما لقاش غير خوف ممزوج بالاندفاع. حضنها، كان عايز يخرجها من الموقف ده. بس أنا جاي تعبان النهاردة، ممكن؟ ما كملش كلامه، قربت منه برقة. طبعا هو ما قدرش يتحمل أكتر من كده. قرب منها بس لقاها بتترعش بين إيده. قرب منها وقال لها بهمس خلاص مش هعمل حاجة، اهدي. بصيت له قالت له لا لا لا، أنا كويسة. قرب، أنا هتقبل ده، أنا اللي عايزة كده. شاف توترها، اتكلم وقال خلاص مفيش حاجة هتحصل دلوقتي، انتي مش مستعدة. لما نسأل الدكتور ويسمح بده وتكوني قادرة تتقبليه بالفعل مش بالكلام وبس، أنا اللي هقرب ساعتها. اتفقنا؟ بعد عنها، بس هي عيطت كتير جدا وقالت أنا عايزة أخف بقى وأرجع طبيعية. رجع حضنها بقوة. خلاص هتخفي، يلا تعالي غيري اللي انتي مش لابساه ده علشان أعرف أنام جنبك. سابها ودخل الحمام، فتح المية، وقف تحت الدش. كان بيحاول يطفي ناره اللي هي ولعتها جواه. خرج من الحمام لقاها لابسة بيجامة. بصلها، هي كانت واقفة قدام المراية بتشيل الميك اب اللي كانت حطته. قاعدة على السرير، هي خلصت اللي كانت بتعمله وقربت منه. قعدت جنبه، كانت بص للأرض. بصي
اللي حصل من شوية ده مش حرام ولا عيب عشان تتكسفي كده وما تبصيش في عيني. أنا عايزك، مش هنكر ده، بس لازم ما نستعجلش. لازم بكرة نروح للدكتور ونحكي له اللي حصل. تمام؟ هزت راسها بمعنى تمام. هو نام على السرير وأخدها في حضن. تعالي ننام، اليوم كان متعب جدا. قالت له بهمس انت حلوة قوي. بعدها عنه شوية وقال ابعدي شوية كده. كانت لسه هترد بس لقوا الجنية الصغيرة بتدخل وسطهم. أنا خايفة، الوحش النوتي هياكل جودي. حضن بنته. نامي يا روحي، نامي وما تخافيش. بقى هو نايم على الجنب وهي على جنبها التاني وجودي في النص. حطت ايدها على بطن جودي، مسك ايدها وقال لها نامي يا عشق، نامي يا حبيبتي. صحي الصبح على صوت ضحكات بنته جودي وهي عمالة بتقول يلا بقى يا مامي، يلا قومي. حاضر حاضر اهدي بس. سابتها الصغيرة ونزلت تجري على تحت. أما هي فتنهدت بابتسامة على البنت الصغيرة ببراءتها اللي بتفرح قلبها، ولما بتقول لها يا مامي بيطير عقلها. بصت على حجابها اللي هتلبسه لأنها هتخرج تلعب في الجنينة، تلعب مع جودي بالتلج اللي كان واقع على الأرض، لكنها شافته قاعد على السرير ولسه أثر النوم على وشه. بالرغم إنها استعادت جزء من شخصيتها لكنها بتحاول الشفاء. هي بس محتاجة لمساعدة عشان ترجع لحياتها الطبيعية. قربت منه وقعدت جنبه على السرير. أول ما قعدت مسك إيدها. صباح الخير يا عشق. صباح النور. صوتكم عالي وصحاني. ابقى قولي لجودي توطي صوتها. بصلها بنص عينه ورفع حاجبه. قرب منها. بقى كده طيب استحملي بقى. نيمها على السرير. قرب منها. قرب ايده من وشها. هي كانت عمالة بتضحك، كانت بتضحك ضحكة أول مرة يسمعها. خلاص بقى بغير، ابعد عني. مسك المخدة اللي جنبه ضربها بيها، نزل الريش الأبيض الناعم. لحظة سكتوا وبعدين انفجروا في الضحك مرة تانية. نام جنبها، كان بيضحك جامد، ما عملش ده من زمن بعيد. سكت لما تحولت ضحكتها لعياط. قعد وقعدها جنبه وهي بتعيط. مالك؟ ايه اللي حصل؟ انا ضايقتك؟ انا تعبت قوي يا رعد. انا عايزه ارجع اعيشي القديمه. حضنها زي ما بيعمل مع جودي. هترجعي يا عشق، هترجعي. عايزه ارجع طبيعيه، احب واتحب واخلف. عايزه ارجع كليتي عايزه ارجع ارسم. وحشتني نفسي قوي. انا مش عارفه ارجع زي ما كنت يا رعد، مش عارفه. هرجعك زي ما كنتي، والله لا هرجعك. خرجت من حضنه وهي مبتسمة من دموعها. أنا مش عارفة إزاي وثقت فيك بسرعة كده، بس يمكن عشان ما خليتوش يتجوزني، يمكن عشان أنقذتني من إني أخلص على نفسي، أو يمكن علشان حاسة بأمان الأب معاك. مش عارفة، بس أنا واثقة فيك وبس. بصلها وقلب هدوء. بس الوضع ده مش هيستمر كتير. دلوقتي أنا أبوكي ماشي، لكن لما تخفي خالص أنا جوزك وانتي مراتي. معرفش القدر حطينا في سكة بعض بطريقة غريبة. أنا هعمل كل حاجة أقدر عليها وهترجعي زي ما كنتي. مش هكدب عليكي، من ساعة ما نور ماتت وأنا مقربتش من واحدة ست، وكنت هكتفي بجودي بس هي اللي في حياتي. بس قدرنا إن احنا نقرب من بعض وقربك مني للدرجة دي. بحيي فيكي رغبات أكيد، وأنا راجل مش هنكر إن عايزك، حتى لو اللي بينا لسه ما وصلش الحب. بس انتي مراتي وحلالي، بس اوعدك هسيطر على كل حاجة، ومش هقرب غير برغبتك وإذن الدكتور. مش هجبرك على حاجة. هنروح للدكتور دلوقتي ونحكي له اللي حصل امبارح. تمام؟ هزت راسها بمعنى موافقة. كمل وقال هنحكي كل حاجة علشان نخف، بس لما تخفي هتبقي بتاعتي أنا وبس. بعدت عنه وهي كانت متوترة جدا. قربها منه تاني وقال عارف إنك لسه صغير، بس دلوقتي انتي مراتي وأنا بغير جدا جدا جدا. يعني زي ما أنا أحترمك وأقدرك ومش هقرب من أي واحدة غيرك سواء قدامك أو من وراكي، انتي كمان ضحكتك دي ما تظهرش غير ليا أنا وبس. إيدك ما تلمس غير إيدي أنا وبس. مش هقدر أساسا، أنا هخاف. قالتها بحزن وانكسار على حالتها. فهي دلوقتي بقت بتخاف من كل الناس. أنا بتكلم لما تخفي وهترجعي زي الأول وأكتر. عارف إن اللي مريتي بيه صعب،
ومفيش أصعب إن حد ياخد منك أعز حاجة عندك بالغصب وبطريقة. ما قدرش يكمل وهو شايفها بتغمض عينها بقوة، بتحاول تمسح كل اللحظات اللي عدت عليها. بكرة هتخفي وتبقي في حضني ونخلف أخ أو أخت لجوزي. من بكرة هتنزلي الجامعة ورقك اتحول هنا. لا لا لا، أنا مش عايزة أنزل. انت مش ضعيفة ولا عمرك هتكوني، انت عشق الجريئة اللي بتعمل اللي هي عايزاه. انت لازم تقوي وتبقي أقوى من كده. وبالنسبة لآسر وأمي، بصيت له بعين مهزوزة، عارف إنه صعب ترجع عادي مع أمي، بس آسر ما عملش حاجة، ده ابني اللي ربيته. كنت متأكد إن في حاجة غلط في الموضوع. مش آسر اللي يعمل كده. عشان خاطري حاولي تتعاملي معاهم، أنا مش هضغط عليكي أكيد، بس كل ما تجاوبتي معاهم أسرع وواجهتيهم لوحدك كده هتخفي أسرع. احنا لازم نرجع القصر دلوقتي. انتفضت. لا، خليني هنا، مش عايزة. لا، مش هرجع هناك. هدي خلاص، بس احنا لازم نرجع. جامعتك لازم تروحيها، وجودي هتروح حضانتها، وشغلي. المكان هنا بعيد عن كل حاجة. اتنهدت بألم وقالت بنبرة يائسة: عشان بعيدة، أنا عايزة أفضل هنا. أنا مش عايزة حاجة ولا حد غير جودي وانت وبس. رفعت عينها بتبص جوا عينه كأنها اخترقت روحه. قلب همس: لازم تواجهي عشان تخفي، وهنا هجيبك على طول وقت ما تحبي، وانا كمان عايزك انتي وجودي وبس. ما لمسهاش اكتر من كده. هو كان عايز التحكم في نفسه. هو بيفتكر كلامها بان هو ما يلمسهاش. بعدت عنه وهي بتاخد نفسها. يا عشق، قربك بيولد جوايا احساس غريب مش عارف افسره. طبطب عليها وخدها في حضنه، وهي في حضنه كانت قافلة عينها بتستمتع بقربه، وهو كمان بيستمتع بقربها. رجعوا للقصر. كان قاعد معاهم آسر وإسمت. ما اختلطش بيهم مرة واحدة، أو حتى كانت بتشوفهم على مدار الأسبوع. راحوا مع بعض للدكتور النفسي، قال لراغب إن كل اللي بيحصل ده طبيعي، وحذروا من أن يحصل بينهم أي حاجة دلوقتي، لأنها دلوقتي عايزة تثبت لنفسها إنها قوية وإنها رجعت لطبيعتها في البداية. لكن لما يحصل حاجة هتحس إنها خسرت كل حاجة، خسرت كل اللي اتبقى من نفسها. هي لازم تواجه الكل الأول، لازم ترجع لحياتها الطبيعية في البداية، وبعد كده يقربوا من بعض كزوجين. حذروا جدا في إن هو يلبي رغبتها، لأن نتيجته هتكون بشعة، لأنها لسه تحت تأثير صدمتها رغم تحسن حالتها. كان بيوصلها كل يوم الصبح الجامعة، وبيمر عليها ياخدها عشان يرجعوا القصر. كان بيشوفها في قمة حزنها، ما بتتكلمش، كانت بس بتبص من شباك العربية، كانت بتبص على الطريق. أما جودي فكانت بتروح للحضانة بتاعتها، وأجبرت باباها إن يوصلها كل يوم بدل من الحرس. ما بقتش بتفرق عشقها أبدا، بتحبها جدا، فهي بالنسبة لها مامتها. أما آسر فكان مستمر في شغله، شاف بنته وعجبته، كانت شغالة معاه في الشركة. كان عايز يقرب منها لكنه مش قادر. كان عايز في البداية يقول لها بكل اللي حصل حتى لو ما كانش مذنب، فهو عايز يعرفها كل حاجة علشان ما يتعلقش بيها وبعدين تسيبه. هي كانت حاسة بقربه منها، كانت عايزاه هو اللي يبدأ الخطوة الأولى. أما إسمت هانم فلسه كبريائها موجود، لسه فاكرة إن راضي هيطلق عشق خلال كام شهر، فهو مش هيفضل مع البنت دي. هي عمرها أبدا ما تليق برعد الملكي. ما حاولتش أبدا إنها تعتذر عن اللي هي عملته من اختطافها أو حتى تهديدها. كان قاعد في العربية مستني خروجها من الجامعة. خرجت من باب الجامعة، قعدت جنبه ما تكلمتش. مشي هو بالعربية، وقف عند البحر. يلا يا عشق، هننزل هنا. بصيت له بدهشة. هنا؟ ليه؟ هنقعد شوية على البحر. نزلت من العربية، هو قعد على الرملة وقعدها جنبه. عم بصمت رهيب على المكان، ما قطعوش سوى أمواج البحر. قلع الجاكيت بتاعه ورفع أكمام القميص بتاعه، فكان فعلا سحر بالنسبة لها. بصيت له، هو ابتسم ابتسامة ساحرة. مالك؟ هي بس بصاله وما بتتكلمش. قوليلي مالك يا عشق؟ زعلانة وتعبانة. طب قوليلي ايه اللي بيحصل في الجامعة بيضايقك؟ لأني عارف إن مفيش حد بيتعرض لك، ففي ايه؟ شردت وراه والحزن
خايم على روحها أكتر. اتكلمت بهمس، أشوفهم حلوين وبيضحكوا، بيقربوا لبعض وبيرسموا كتير. أنا شغفي راح، عايزة أرسم ومش قادرة. كل ما حد يقرب مني أبعد بسرعة. أنا مش عارفة أخف وأرجع زي الأول. ده طبيعي يا عشق، بالتدريج هتتعودي عليهم. ده بسبب المكان الجديد. وبعدين مين اللي مش عايزة تخف؟ ما انت كويسة خالص مع جودي ومعايا بس دي جودي، وانت مش مع الرجالة. رفع حاجبه. لا على أساس إن أنا مش راجل مثلا؟ لا لا، ما قصدش والله. بس فاهم يا عشق، فاهم. ابتسمت بألم وما اتكلمتش. عايزاني أحضنك يا عشق؟ ما قالتش حاجة. دخلت في حضنه. كانت حاسة بالأمان معاه، أمان غريب هي ما تعرفوش من قبل كده. بس دلوقتي هو بقى أمانها وملاذها. ظل الصمت هو السائد لحد ما هو اتكلم. عارفة يا عشق، كان نفسي كتير آجي وأقعد على البحر ويبقى بحضني حد بحبه. وانت بتحبني؟ مش عارف، بس إحساس حلو انتي في حضني. خلينا شوية ممكن؟ ممكن طبعا. وعندي آسر في الشركة، ممكن تبعتيلي ديالا لو سمحتي؟ تمام يا آسر باشا. كان ده رد السكرتيرة آسر. رجع آسر بظهره على الكرسي لورا، غمض عينه. كان مستني البنت الجميلة اللي جذبته من أول وهلة شافها فيها. فتح عينه لما سمع خبط على الباب. دخلت البنت وقعدت قدامه وقالت: أفندم يا آسر. بدون أي مقدمات قام وقعد قدامها تحت دهشتها. عايز أحكي لك حاجة وهطلب طلب في الآخر، ما تقطعنيش لحد ما أخلص كلامي. هزت راسها. أما هو كمل: بصي، أنا من فترة قصيرة كنت فاكر إن أنا اعتديت على واحدة، كنت هتجوزها. ما كنتش فاكر أي حاجة، بس عرفت إن أنا اتضحك عليا زي ما اتضحك عليها، وصحابي هم اللي عملوا كده، خدروني وحطوني جنبها. قال كلامه بسرعة، كان مستني رد فعلها. هي بس كانت بتبصله. ليه بتقولي كده؟ عشان عايزة أقرب منك وخايفة أتعلق بيكي وتسيبيني. عايزة أتجوزك، فقلتلك كل حاجة بصراحة. هي في اللحظة دي عجبتها صراحته، كانت عايزة توصل للنهاية. فسألته وقالت له: كان رد فعلك إيه لما شفتها جنبك؟ غمض عينه بألم. فهي دلوقتي مرات أخوه. اتكلم بألم وقال: كانت نايمة على السرير وحواليها غرقان بالسائل الأحمر. ساعتها وديتها المستشفى. ليه ما رفعوش قضية؟ لأن من الملكي وبس. هي دلوقتي وصلت للي هي عايزاه. هي عشق. بصلها بدهشة، فكملت وقالت: احترم ذكائي شوية. الفرح كان خلصان ورعد بيه كان هنا، وبعدين يطلع هو العريس وخطأ في الدعوات. ما لقاش قدامه غير إنه لازم يقول الحقيقة، فهو كان عايز كده من البداية. صح يا ديالا، هي عشق، بس محدش يعرف حاجة من اللي قلتها لك، سواء قبلتي بيا أو رفضتي، لأن دي دلوقتي مرات أخويا. بتتعامل معاك إزاي دلوقتي؟ مفيش تعامل. من قريب أنا اللي كنت دابحها. صعب شوية دلوقتي عليها وعليا كمان. رعد قلب الوقت كله هيتحل. بعدين ليه بتسألي كل ده؟ أسئلتي غريبة. مش غريبة، بس عايزة أعرف. مش هتكون جوزي وهي هتبقى قريبة مننا؟ لازم أعرف. انتي قلتي جوزي، يعني موافقة؟ موافقة يا ياسر، موافقة من زمان. غلبتني عشان تنطق. أنا لا، مش هقرب منك إلا لما أكتب كتابي عليكي. اللي حصل علمني كتير. ابتسمت هي. ممكن بس تتفضلي روحي مكتبك وما تظهريش قدامي لحد ما أكتب كتابي عليكي. حالك يا ياسر. كان بكتاب مرة واحدة؟ أيوة. عارفة، في ظل الأزمة اللي حصلت قربت قوي من ربنا ورحت للشيخ وحكيت له كل حاجة. عرفني اللي بيحصل في مجتمعنا من تساهل في كل حاجة هو السبب. قربني من ربنا أكتر، فهمني كويس. رعد حاول كتير معايا يعلمني اللي اتعلمته في أسبوع، بس أنا كنت غبي. عشان كده مش هقرب ولا أقول كلام حلو ولا أي حاجة، عشان ربنا يبارك في علاقتنا. إيه رأيك؟ قامت مبتسمة، وبعدين قالت اللي خلاه يطير من الفرح: كلم بابا يا ياسر، أنا موافقة. خرجت من مكتبه وراحت لمكتبها. هي ما قدرتش تخفي فرحتها بإحساسها بيه. هو كلمها عن حاجة صعبة جدا، ومش من السهل أبدا إن يقولها لأي حد. أما هو فنسي كل حاجة، راح بسرعة للقصر زي ما اتعود يحكي لأخوه كل حاجة تفرحه، فهو أبوه مش أخوه بس. قعدت جودي كانت مستنية رجوع باباها ومامتها، لكنهم اتأخروا. مامي ليه ما جاتش يا نناه؟
قلتلك قبل كده، عشقي دي مش مامي، دي شوية وهتمشي. عيطت جودي وهي واقفة قدام جدتها. دخل رعد هو وعشق، سمع عيطها، قرب رعد منها بسرعة، أما هي فاتسمرت مكانها. لأول مرة من الموقف ده تشوف اسمة هانم اللي خطفتها وعملتها بكل قسوة، كأنها هي الجاني مش المجني عليها. مالك يا حبيبتي، بتعيطي ليه؟ مامي مشيت. مامي؟ ما واقفة هناك اهي. خرجت من حضنه وبتجري ناحية عشق اللي مسكتها بإيدها وحضنتها، طلعت بيها لفوق. وأول ما طلعوا اندفعت اسمت بغضب. بتعلقها بيها ليه وهي هتمشي؟ مين دي اللي هتمشي يا أمي؟ عشقي دي. ومين قال إنها هتمشي؟ أنا. هي مش مناسبة، عيالي اعتدوا عليها ومش كل مرة تتجوز واحدة ما بحبهاش. غمض عينه بغضب على اللفظ اللي هي قالته. لما فتحهم شافت الجحيم في عينه. جاوبها بهدوء. اسمة هانم، ما تتدخليش في اختياراتي. بس ده مش اختيار، انت انقذتي بيها الموقف وبس وخلاص. طلعها يا رعد، انت بتتكلمي على مراتي، مش شيء هرميه. ردت هي باندفاع وعدم رحمة. دي واحدة، دي واحدة ناقصة نفسيا وجسمانيا، مش هتعرف تسعدك ولا هتليق بيك. مش بعد ده كله هي تيجي وتاخدك كده. انت رعد الملكي، فاهم؟ وهي دلوقتي حرم رعد الملكي، تمام؟ عشق الملكي. اسمة هانم، ابعدي عني. كان تهديده خطير. هو ما بيقولهاش اسمة هانم في كلامه إلا لما يكون كلامه قاطع، ما بيقبلش فيه المناقشة. طلع وسابها. ماشي يا رعد، عايز تفضل مع دي؟ ده أخوك كان هيخليه يطلعها بعد شهر، جاي تقولي مراتي؟ بس أنا بقى اسمت وهتطلقها. ابني ما يقعش مع دي أبدا. وهتشوف يا رعد. كانت قاعدة هي على السرير في أوضة جودي، كانت عمالة حضنة البنت. طب قوليلي، طيب بتعيطي ليه؟ مش أنا مامي حبيبتك؟ هتسيبي جودي وتمشي؟ مش هقدر أسيبها عشان أنا بحبها. نانا قالت كده، مامي هتمشي. لقيت اللي بيتكلم من وراها وقال: أبدا يا جودي، مامي مش هتمشي وهتفضل هنا معانا. قرب وقعد جنبهم. هو عمري بابي كدب عليكي؟ لأ. خلاص يبقى نبطل عياط، ومامي هتفضل طول العمر معانا. يلا وريني ضحكة جودي الحلوة. ابتسمت بطفولة. حضنها رعد. أما آسر فكان فرحان جدا، دخل بسرعة وهو فرحان جدا. دخل على الأوضة، بعدهم عنه وحضنه. باركلي بحبها، وهي وافقت. بعده شوية عن حضنه وهو باصص لعشق اللي كانت واقفة متوترة جدا بتفرك ايدها. فهو عادته من وهو صغير بيجي فرحان ما بيشوفش أي حد قدامه غير أخوه، وبيحضنه وبيحكي له سبب فرحته. بعد عنه بيبصلها بأسف. هي كانت واقفة في حالة هستيريا، كانت قلقانة ومتوترة لأنه بعدها عنه، وهي مش طايقة أي لمسة منه، وكأن من لمسها وحش مش بشر. آسر، خد جودي يا آسر واطلع برا. شال بنت أخوه اللي ما كانتش عايزة تخرج، شالها وخرج لبرا. أما هو فقرب منها اللي كانت واقفة وبتفرك إيدها. عشق بصت له، خدها في حضنه، فبوادر انهيارها وبكائها كانت باينة على وشها. ما ادالهاش أي فرصة، حضنها. هي اتشبست في حضنه كأنه الحامي وعزل لهمومها. أيقن إنه قدامه طريق طويل جدا لحد ما عشق ترجع زي ما كانت. شهر، والنهاردة يوم كتب كتاب آسر وديانا. هيتم كتب الكتاب في مصر. وصلوا الصبح لقصر رعد في مصر. راحت مامته وآسر القصر بتاعهم. وافقت اسمت على ديانا، فهي بنت رجل أعمال كبير وكاملة من وجهة نظرها. بابي، حلو الفستان؟ قمر يا جودي، قمر يا حبيبتي. خلاص خلي مامي تلبس زيي ونروح سوا. اتنهد وقالها: طيب يلا انزلي روحي لصفا وانا هشوف مامي وهاجي. حاضر. اخد نفس عميق وبعدين دخل وفتح باب الأوضة. لها قاعدة على الكنبة جنب السرير بتبص للا شيء. كانت قاعدة ضم رجلها ليها. قرب منها وقعد جنبها. عشق ما بصتلوش، وبعدين ردت وقالت: مش هتقومي تلبسي؟ لا. طب جربي، لو ما حبيتيش هرجعك على طول. رفعت عينها واتكلمت بهمس وهي بتقول برجاء: عايزة أسافر، عايزة أرجع القصر هناك، أنا مخنوقة هنا. حاضر، يخلص كتب الكتاب ونمشي على طول. شالت إيده اللي بتطبطب عليها،
راحت ناحية السرير نامت عليه، اتغطت وقفلت عينها، كانت عايزة تهرب من المناسبة دي. هو اتنهد بحزن. فبعد ما اتحسنت حالتها وبمجرد ما وصلت هنا حالها اتغير، رجعت زي ما كانت. لبس هو بدلته اللي خلته وسيم أكتر ما هو وسيم. قرب منها لقاها نايمة، سابها ونزل لتحت. بابي هروح أنادي على مامي. لا يا جودي، مامي تعبانة شوية، هنروح أنا وإنتي، يلا بسرعة عشان تشوفي العروسة. يلا بينا. وصل للفندق وهو نفس ذات الفندق، لكن المرة دي ما كانش سامح للصحافة إنهم يعدوا أو يصوروا. دخل وهو شايل بنته، قرب من أخوه اللي كان قاعد جنب مراته. الله، عروسة يا آسر. شالها آسر من أخوه، بسها وقال لها العروسة حلوة قوي، خليها كده تروح معانا زي مامي. خد البنت دي بعيد، دي عايزة تكوش على كل العرايس وتاخدهم. ضحك عليهم وبعدين قرب من ديالا اللي كانت بصلهم. مبروك يا ديالا، خدي بالك منه. الله يبارك فيكي يا أبي رعد، مع إن المفروض توصيه هو اللي عليا. ما تخافيش، لو عمل حاجة هو عارف. حضن أخوه بحب أخوي. سأله آسر فين عشقي يا رعد؟ غمض عينه وبعد عن أخوه. أما البنت الصغيرة فهي اللي ردت مامي تعبانة. معلش، هي تعبت شوية، نعوضها في الفرح. جريت الطفلة على جدتها. نناه، شفتي جودي الحلوة؟ قمر يروح نناه. ازيك يا رعد؟ تمام يا أمي. أمال هي فين؟ مين يا نناه؟ كانت جودي بتركز في كلامهم. عيش يا قلبي نناه. عشق؟ مامي. قولي مامي يا نناه، مامي تعبانة شوية وما جاتش معانا. ابتسمت في سرها لأن هي دي فرصتها. آسر كان عايز أخوه يكون وكيله، وفعلا اتكتب الكتاب وقال المأذون جملته الشهيرة. حضن أخوه بشدة لأنه مش بس أخوه، هو ابنه. العروسة قعدت مع أصحابها ومامتها يسلموا عليها ورقصوا. انتهت الحفلة. مش الكل. جودي نامت، اتوعد اسمه تانم عشان توصلها هي للقصر. طلعت العروسة للأوضة عشان تغير فستانها وتلبس فستان تاني لأنها تخرج مع جوزها. قعد آسر جنب رعد اللي كان قاعد وبصص قدامه للبحر بشرود. ممكن أتكلم معاك؟ بقالنا كتير ما اتكلمناش. طبعا يا آسر، أنا بس كنت بقرص عليك عشان خبيت عليا. هو يعني أنت ازاي عرفت الحقيقة وما شكتش فيا وكل حاجة كانت ضدي؟ بص لأخوه الصغير بابتسامة اللي شك في نفسه لكنه أثبت براءته. حاجات كتير يا آسر. آسر، نعم، أنت خارج أنت وديالا، أول ما تبقوا لوحدكوا هتعملوا إيه؟ ها إيه؟ ده أنا اللي مربيك يا آسر. أول حاجة هتعملها إيه؟ يعني ممكن أقرب منها أبوسها. غمض عينه بقلم. عشق محدش فيهم لمس بقها يا آسر. فتح عينه لقاها حمرا، كلها كانت رغبة قذرة. عشق قوية وهتتخطى كل ده صدقني. عشق أضعف من جودي يا آسر. وقف أخوه وودعه. هسيبك أنا، محتاجة أمشي. وراح للقصر عشان يشوف حالها إيه. وصلت اسمت للقصر، ادت جودي لصفا وبعدين طلعت هي لأوضة عشق. فتحت الباب لقيتها قاعدة على السرير، كانت بصة ومتنحة في اللا شيء. إيه قاعدة كده ليه يا هانم؟ اتفضت عشق. وقفت، كانت بتبصلها بدهشة ممزوجة بالخوف. إيه يا عشق هانم، مالك لسه قاعدة كده؟ قربت منها عشان تكمل كلامها المسموم. ما جيتيش ليه خطوبة ابني اللي كان المفروض اعتدى عليك وطلع بريء؟ بعدت عنها ببطء عشان تشوف تأثير كلماتها الجارحة. هي بصت لها بس كانت واقفة متجمدة. عقلها كان بيعيد كل الذكريات اللي كانت ابتدت تنساها بمساعدة رعد والدكتور. ضحكت وقالت ايه؟ طبعا ما تقدريش تتكلمي، ما انتي واحدة حد اعتدى عليكي، وطبعا ما اديتيش ابني حقه. نسيت ازاي تديله حقه وانتي كده؟ لا نافعة جسم ولا نفسية. ابعدي يا حبيبتي وروحي لأمك وأبوكي، انتي خلاص ما بقيتش نافعة ولا تليه برعد الملكي. ابني. شافت تخبطها، عيونها اللي بقت لونها أحمر، ايدها اللي قفلتها بشدة على فستانها، وشها الشاحب. عشان كده ضحكت بشماتة وقالت بغل وبعدين يا حبيبتي انتي خلاص كأنك كنت شمال، دلوقتي كانوا 3 مش 1. أكيد يعني ما قربوش منك إلا لو كنت انتي اللي عاملة حاجة مشجعاهم. حتى لو رعد قرب منك هيقرب زيهم بالظبط. هتفضلي طول عمرك كده، هتتاخدي
غصب عنك. بعدت عنها وما بصتش وراها، وصلت لباب الأوضة وسندت عليه بإيدها. أنصحك تمشي وما تتجوزيش تاني، أصلك بح. خلاص سابتها ونزلت، ركبت عربيتها وما فكرتش في اللي عملته. وفي عربية آسر سألته بدلال: واخدني بقى فين؟ قولي. مسك إيدها: هوديكي مكان أنا عامله بنفسي، برتاح فيه ومحدش يعرفه غير رعد وبس، وانت اللي هتعرفيه دلوقتي. سندت راسها على كتفه وهي مبتسمة. هو أخدها بعد الحفلة وكان بكتابه واستأذن باباها: آسر، احنا داخلين على اسكندرية. طب ما احنا رايحين هناك. بجد؟ بجد. ما قالتش حاجة. سندت راسها مرة تانية على كتفه وهي مبسوطة، باين عليه انه مجنون زيها. كل الوقار والهدوء اللي كان باين عليهم في الشغل ما هو إلا غطاء لجنون عظيم. الحمد لله على السلامة يا باشا، وألف مبروك، عقبال ما تفرح بالست جودي. الله يبارك فيك يا صفا. جودي نايمة فين؟ اسمة هانم قالت لي أنا نايمة في أوضتها. طيب وعش لسه نايمة؟ مش عارفة يا باشا، من ساعة ما اسمة هانم كانت عندها وهي ما خرجتش. كانت عندها من امتى؟ من حوالي نص ساعة. طلع بسرعة لفوق، فتح باب الأوضة ما لقاش حد، فضل ينادي عليها. دخل الحمام برضه ما كانتش موجودة، وأثناء خروجه من الأوضة بسرعة لقى شعرها اللي بيطير في البلكونة. فتح الباب بهدوء بس اتصدم لما شافها. انت وقفت ليه هنا؟ عشان وصلنا، يلا انزلي. أول ما نزلت من العربية لقيت شاليه أنيق قدام البحر، حواليه شجر كتير بعيد عن الناس جدا. يلا تعالي ندخل. دخلت معاه، فضلت تبص فيه. كان جميل، لا كان رائع. وقف مكانه، كان سند على الحيطة وراه بيتأملها، وهي كانت بتشوف كل حاجة حواليها. قربت منه بفرحة، وهو الأول مرة يشوفها في الفستان ده. كانت لابسة فستان قصير واصل لركبتها. دايما كان بيشوفها بالملابس الرسمية. حلو قوي يا آسر، حلو بجد. آسر انت سرحت في ايه؟ بصلي. اتحرك من مكانه وقرب منها، بصلها بسرحان. هي فضلت تبعد لورا، هو يقدم وهي تبعد لورا لحد ما ثبتت خطواتها. مالك في ايه؟ سند ايديه حوالين راسها وقرب منها. ماليش. آسر، عيون آسر. قرب منها. نفسي أعمل حاجة عايزة أعملها من زمان، من أول مرة شفتك فيها، بس استنيت كاتب الكتاب. همس الكلمات دي جنب ودنها، هي دابت فيهم. رفعت عينها وبصت له بعمق وقالت له: أعملها. رفع حاجبه فغمزت له، ابتسم. قرب منها، خطفها في لمسة، رجعت الحياة في قلبه اللي مات من زمان. فبالنسبة له وكل اللي افتكروا إن اللي عمله في عشق خطيئة كبيرة قتلت قلبه وروحه. عشان كده ما قربش من ديالا أبدا. لمستها كانت بمثابة ثواب ليه. هي غرقت معاه، فاتضح إن هما الاتنين مجانين زي بعض. الجراءة عنوان ليهم. بعد عنها. انتي مجنونة. غمضت عينها بابتسامة. ده علشان تقلك وبعدك عني الفترة اللي فاتت طلعت روح، علشان تقولي اتجوزك، قالت وهي بتبص لعينيه. قرب منها وقال لها بحب: أنا بحبك قوي. بتحبيني؟ وانتي بتحبيني قوي. وأنا بعشقك. هو بيحبها وهي بتحبه، فلازم يستغلوا الفرصة دي هما الاتنين، فهما الاتنين مجانين قوي. عشق. قرب منها علشان ما كانش عايز يخوفها. كانت واقفة على سور البلكونة بفستانها القصير، شعرها كان بيطير. عشق. بصت براسها لورا، عينها كانت حمرا، وشها شاحب جدا، الدموع كانت مغرقة وشها. عشق، انت بتعملي ايه؟ خليك بعيد. ثبت مكانه، بينه وبينها 3 خطوات. انزلي يلا، جودي عايزة تنام جنبك. نزلت دموعها. سألها بقلب حزين: مالك؟ أمي قالت لك ايه؟ هي أنا انت هتعمل زيهم، هي قالت خلاص. خطت خطوة ناحية الفراغ ودورت راسها برغبة منها إنها عايزة تنهي العذاب دي، فهي دي المرة التانية اللي عايزة فيها تنهي حياتها. قرب منها بسرعة وجذب دراعها لحد ما سمع صوت تقطعت عظمها. وقع وهي وقعت فوقه. راسها كانت مدفونة في رقبته وهي فوقه. فتح عينه، بص للسما بيشكر ربنا إن هو لحقها في الوقت المناسب. حس بذبذبات في رقبته. أول ما بعد عنها صرخت. قعد يبص لها. كانت هي عمالة بتعيط بهستيريا من ألمها النفسي
كسر دراعها وحالتها النفسية، كل حاجة حواليها كانت بتعيطها. شالها ودخلها على السرير. صوت صرختها كان عالي، كان بيوتره جدا. الموقف اللي اتحط فيه وقع قلبه. لبسها الإسدال بسرعة وطرح عليها، شالها ونزل بيها لتحت. بنته كانت عمالة بتعيط مع صفا اللي كانت بتحاول تهديها. الحرس فتحوا له البوابة وراح بسرعة للمستشفى. ايه ده؟ انت هتعمل ايه؟ قالتها وهي قاعدة على كونتور المطبخ وعمالة بتحرك رجلها يمين وشمال. هعمل مكرونة، إنما إيه؟ جنان، لأحلى دولي. حلو دولي ده، حبيته منك جدا. طب عد الجمايل بقى. احنا مجانين على فكرة. طب ما أنا عارف. طيب إيه رأيك، ممكن أساعدك؟ جدا. قرب منها ومسك وسطها عشان يحاول ينزلها. هي قربت منه ومسكت إيده وهمست بحب كبير. بحبك على فكرة، وأنا بعشقك. هتبقى أحلى مكرونة دوقتها في حياتي. عارفة ليه؟ لأ. ليه؟ عشان انتي في حضني وأنا بعملها. طب وكده هتبقى أحلى؟ كده مش هناكل خالص. مجنونة بس بحبك. وأنا كمان. طب روح اعملي السلطة والمكرونة 10 دقايق وهتكون خلاص خلصت. ماشي. وصل المستشفى، اداها الدكتور مهدئ لأنه كان شايف انهيارها، وجبس دراعها. شالها مرة تانية ورجع للقصر، وهو بيكتم غضبه على الآخر. طلع ونيمها على السرير وقعد جنبها. دخلت جودي وهي بتعيط، اترمت في حضن باباها. أسفة يا باشا والله، بس أنا ما قدرتش عليها. خلاص يا صفا، روحي انتي. طيب يعني هي المدام كويسة؟ كويسة يا صفا. بعد إذنك يا باشا. حضن بنته. بتعيطي ليه يا حبيبتي؟ مامي كانت بتعيط بصوت عالي. ولما انتي بتعيطي أنا بعيط ولا باخدك في حضني وبتسكتي؟ بس مفيش بس. مامي تعبانة حبة صغيرة، وجودي الجميلة مش هتعيط عشان مامي ما تعيطش. اتفقنا؟ أنا خايفة. اوعي تخافي وبابا جنبك. تعالي يلا يلا عشان تنامي جنب مامي، بس ما تلبسيش دراعها. خرجت من حضنه، مسحت دموعها. فهي طفلة والأطفال على طول بينسوا. ايه ده؟ مامي دراعها متعور؟ يا روحي، علشان كده هتنامي في حضني أنا، تمام؟ حاضر. هدخل الحمام اخد شاور وخليكي نامي جنب ماما، بس اوعي تلمسي دراعها. جودي شاطرة وبتسمع الكلام. نزل من فوق ودخل المطبخ، ملقاهاش. سمع صوتها جاي من بره. اتفاجئ من المنظر. على الجارية اللي واقفة قدامه رصت كل الأطباق على حمام السباحة، وهي كانت جوه المية. كانت بتقوله تعالى. هو ما بقاش عارف يعمل ايه. هي اتخطت جنونه بمراحل، ادى لعقله راحة، فهو هينغم بقربها من غير أي تفكير. أكيد مش هتخطى أي خطوط، بس هيقرب. قعد جنبها في حمام السباحة. انتي فوقتي كل توقعاتي، ولسه ياما هتشوف. وانا بصراحة هشوف بصدر رحب قوي. يلا أكلني، أنا جعانة. أأكلك؟ أيوة. طب تعالي. وفعلا أكلها. تجنن يا أسوري. دورك بقى يا قلب أسوري. عدى الوقت بين هزارهم وضحكهم. شلة وطلع لفوق. هغير هدومي. تغيري ليه؟ يعني عايزني أمشي بيهم مبلولين؟ لا غيري يا أختي غيري. هلبس شورت وتيشيرت من عندك. رفع حاجبه وما ردش. براحتك خلاص، أنا هلبس قميص من قمصانك. أبوس إيدك ارحمي أهلي. بس الزفت الشورت والتيشيرت. ما بتجيش غير بالعين الحمراء. يخرب بيتك يا دولي. وأنا اللي كنت فاكرك هادية ومحترمة. وضحك على نفسه، فهي عجباه جدا. كان قاعد على السرير جنبهم، فهو ما نامش لحظة من امبارح. حس إن جودي بتتحرك. صباح الخير يا حبيبة بابي. صباح النور. يلا انزلي لصفا عشان تاخدي الشاور جميل زيك وتفطري. ليه؟ مامي مش هتعمل الشاور؟ احنا قلنا مامي تعبانة ودراعها متعور، وجودي لما بتبقى متعورة بتوجعها حاجة، مش صح؟ صح يا بابي. يبقى خلاص، خلي صفا تعملي كل حاجة لحد ما مامي تبقى كويسة. اوكي؟ اوكي يا بابي. اول ما خرجت قرب من عشق، لقاها نايمة بعمق، مش حاسة بأي حاجة، ولسه لابسة لبسها ونايمة بالطرحة. أنا هعرف أعالجك وأرجعك عشق القديمة اللي كانت تصرفاتها زي تصرفات جودي بالظبط. وقف في العربية قدام بيتها. هتمشي؟ لازم. أحلى ليلة في عمري قضيتها معاك يا آسر، وانتي أحلى حاجة في حياتي. بحبك. يلا بقى انزلي بسرعة.
نزلت من العربية وهي فرحانة جدا، أما هو فكان في غاية السعادة. آه، قالتها لما فتحت عينها وهي بتحاول تحرك دراعها. اثبتي عشان دراعك. أول ما فتحت عينها وشافته افتكرت كل حاجة حصلت امبارح. فجأة عيونها دمعت. عارفة لو عيطتي لأول مرة تشوفه غضبان كده، حطت إيديها السليمة على بقها بتكتم عياطها ودموعها نازلة منها. ليه؟ ها؟ ليه انتي ضعيفة كده؟ ليه عملتي اللي حصل امبارح؟ ها؟ ليه؟ ما بتسمعيش كلامي ليه؟ عاجبك كده؟ عاجبك دراعك اللي اتكسر لما شدتك منه؟ عاجبك وجعك ولا استسلامك؟ ما تفوقي بقى يا عشق. قالتلك ايه؟ قولي. اسمة هانم قالتلك ايه؟ بطلي زفت وانطقي. صوته العالي وغضبه وعينيه الحمرا خلتها تنتفض وكتبت شهقتها. انطقي. قالت ايه؟ قالت ايوه قالت ايه؟ وابتدت تحكي له كل حاجة قالتها وهي بتعيط. ما قدرتش تسيطر على شهقتها أبدا. يعني مش واثقة فيا؟ هي يعني انتي حابة تكوني كده ضعيفة وأي حد يقولك كلمة تروحي تموتي نفسك وكمان مش واثقة فيا؟ لا والله أنا واثقة، والله واثقة. أمال عملتي كده ليه؟ صرخت هي التانية بوجع. حرام، ما حدش حاسس بيا، ما حدش حاسس اللي فيا، حرام عليكم، حرام والله حرام. وفضلت تعيط كتير جدا. قربت من الانهيار، ما لقيتش حل تاني تمتص فيه انهيارها. قرب منها، كان عايز يعاقبها على اللي عملته امبارح. هو طبعا ما نسيش التعليمات بانه بيلبسها، بس قرب خدها في حضنه، كان عايز يطمنها. نزلت ايدها، كانت بتلمس كل حتة في جسمه. قربتها من شعره، اما هو فلما لمسته صاغ تفكيره. ما بقاش عارف هي عايزاه ولا عايزة يبعد عنها، لكن لما قربت ايديها من شعره فهم هي عايزة ايه. قعد وقعدها بهدوء، حس ان هو كان هيفقد السيطرة، بس ما قدرش يسيطر على نفسه اكتر من كده. قرب منها، دفن راسه في رقبتها. كان عايز يجرب الشعور ده، كان عايز يشوف رد فعلها يكون ايه، بس ما لقاش منها ابدا النفور. هديت انفاسهم. اتكلم بهمس وقال ليه اتمديتي؟ همست وهي بحضنه. لما بتقرب بتنسيني كل حاجة وحشة، ومش بفتكر أي حاجة ولا بفكر في حاجة غير اللحظة دي وبس. بعد عنها وبصلها بحنان وقال لها أنا قررت قرار. إيه هو؟ هنتجوز بجد أول يوم تفك فيه الجبس. قعدت 2 شهر كان بيعملها زي بنته في دلعها، كان بيقرب منها في بعض الأوقات. راح لمامته، ومن ساعة زيارته ليها ما كانتش تجرؤ على إنها تقرب منها مرة تانية. أما الجنية اللي اسمها جودي فهي كانت مستمتعة جدا بقرب وحنان عشق، لكنها كانت بتزعل شوية لأن عشق دراعها مكسور وبيمنعها من إنها تعمل معاها أفعال معينة. كان بيعيش آسر وديانا لحظات من الجنون، محبة وشغف. محدش بيشوف الجنان ده غيرهم هما وبس. أما هي عشق، فمن ساعة ما قال لها على القرار ده وهي بتحاول لما بيقرب منها تقرب قوي، علشان لما تيجي اللحظة الحاسمة ما تبعدش عنه وتبقى جريئة معاه. وعلى السرير كان نايم آسر. في نهاية اليوم كان بيكلمها كالعادة، فبمجرد ما ردت على مكالمته قال بهمس روحي تعال خدني. عدل نفسه بعد ما كان نايم على السرير. كانت الساعة 3 الفجر. أخدك فين؟ هنام النهاردة في حضنك. انتي مجنونة يا دولي؟ وانت عارف كده صح؟ حبيبتي ما ينفعش، باباكي هنا وما ينفعش تباتي هنا معايا، أنا بشر برضو، بس أنا عايزة أبقى معاك، تعالى خدني. إيه دي كده مش هينفع. نزلت دموعها وقالت بصوت باكي خلاص براحتك، دايما كل حاجة بعوزها مش بلاقيها، ما جاتش عليك انت، سلام. دولي. لكنها أنهت المكالمة، قفلت التليفون. حاول كتير جدا لكن من غير أي فايدة. كان بيفكر معقولة يكلم باباه، لكن أكيد لأ، هو أكيد نايم دلوقتي، هيعمل إيه؟ وليه المجنونة بتاعته عيطت؟ فضل يفكر كتير جدا يعمل إيه من غير أي فايدة. وطبعا ما يقدرش يروح في حتة مهما كان. هي كانت قاعدة على الأرض في البلكونة في الجو البارد ده، كانت ضمة جسمها بإيدها، كانت باصة للفراغ ودموعها نازلة منها. وعند جودي مامي هتروحي عند الدكتور؟ أيوة يا حبيبتي. يعني خلاص هتسرحي لي شعري؟ أيوة خلاص هسرح لك شعرك. يلا يا عشق ميعاد الدكتور. حاضر. هزت راسها وقامت معاه
وأثناء رجوعهم من عند الدكتور وفي العربية بعد ما شالت الجبس من دراعها كانت هي باصة لبره. مالك؟ ماليش. مش على بعضك ليه؟ يعني أصلي أنت النهاردة والقرار. أيوة يا عيش، استعدي النهاردة. بصيت له بعين خايفة، أما هو فبصلها بعمق. لا لا لا، ما تخافيش مني أبدا، أنت قبل كل ده عشقي بنتي ولا إيه؟ ما ردتش عليه. دخلت في حضنه وهو سايق العربية. هو كان بيبص قدامه بيتمنى إنها تخف ويمر كل حاجة بسلام. دخل الشركة تاني يوم الصبح، راح لمكتبها لأنها لحد دلوقتي قافلة تليفونها. ديالا جوه؟ أيوة يا فندم. دخل لمكتبها من غير ما يخبط حتى، لقاها قاعدة ورا مكتبها، كانت لابسة البدلة السوداء الأنيقة. بصت له بس ما قالتش أي رد فعل، ولا قامت له في حضنه زي ما بتعمل كل مرة، لكنها فضلت مكانها. قرب هو منها. في إيه؟ مفيش. يعني إيه مفيش؟ من امبارح وتليفونك مقفول ومش عارف أوصلك بعد ما قفلت السكة في وشي، ودلوقتي ممكن أفهم ولا هو جنان وخلاص؟ أظن ده مكان شغل والحاجات الشخصية مش هنا. مكان شغل؟ أمال اللي كان بيحصل كل يوم في مكان الشغل ده كان إيه؟ جنون؟ تقدر تقول عليه كده؟ لو سمحت ممكن تسيبني أكمل شغل؟ قرب منها وهو مستغرب جدا النبرة الجامدة اللي هي بتتكلم بيها. وقفها قدامه، كان عايز يشوف عينها، كان عايز يشوف لسه نظرتها جامدة زي كلامها ولا لأ. أول ما وقفت قدامه ثبت مكانه. عينها كانت بتشع حبا، بس شاف قد إيه لونها باللون الأحمر. عينها منتفخة وكأنها كانت بتعيط لأسابيع من غير ما توقف. ملامحها خالية من أي مكياج على غير العادة. الإرهاق باين على عينها. هو إيه اللي حصل لكل ده؟ إيه اللي حصل امبارح؟ أكيد في حاجة حصلت وصلت لها للمرحلة دي. ممكن تسيبني لوحدي؟ لا مش هسيبك. إيه اللي حصل خلاكي كده؟ عينك مالهم؟ مالهمش. ممكن تمشي؟ أكيد كلامنا مش هو السبب، صح؟ مفيش سبب، أنا السبب وبس. ممكن تسيبني؟ فضل باصص لها ما يعرفش يقول إيه. إيه اللي فيها؟ فين جنونها؟ راح فين؟ عاشوا مع بعض شهرين من الخيال. إيه اللي حصل دلوقتي؟ حاضر هسيبك دلوقتي، بس هنمشي مع بعض ماشي حبيبتي؟ ما ردتش عليه. خرج هو بتعب، ما يعرفش إيه اللي نبها. قعد في مكتبه نص ساعة بس ما قدرش يتحمل. كان قاعد بيفكر فيها إزاي سابها. راح لمكتبها مرة تانية. فين ديالا؟ مشيت يا فندم. مشيت؟ إمتى؟ بعد ما حضرتك خرجت على طول. قعد يفكر إيه المجنونة دي؟ إيه اللي فيها؟ ساب الشركة كلها وراح لبيتها بعد ما اتصل مرة واتنين وتلاتة، بس موبايلها كان برضو مقفول. الله يا مامي، إيدك كده أحلى. طب تعالى سرح لك. بابي ومامي خلاص هتسرح لي. اسمها تسرح لي مش تسرحني. ضحكت مع بنته. فقد إيه كان ودود، كان أب قبل ما يكون لها زوج. الفترة اللي فاتت اللي قضيتها معاه كلها كان بيعملها كأنها بنته. كانت حاسة بالأمان، أمان باباها، لكن لسه بتفكر إيه اللي هيحصل النهاردة مع بعض. خبط على باب بيتها، فتح له باباها. إزيك يا عمي؟ الحمد لله، تعالى ادخل. استغرب من المعاملة الجافة، فدايما باباها كان بيبقى ودود معاه. قعد قدامه. في إيه يا عمي؟ أنا اللي المفروض أسألك. مفيش حاجة يا عمي. متأكد؟ أكيد. آسر، ما سألتش نفسك أنا ليه سايب ديالا لوحدها طول الفترة دي تشتغل هنا وأنا في مصر، وجيت دلوقتي؟ وإشمعنى دلوقتي؟ أكيد وحشتك يا عمي. أكيد وحشتني. ومش بس كده، رفع حاجبه ولأنه ما يعرفش السبب وما تكلمش. تقدر تقولي ليه وافقت على كتب كتابكم بسرعة؟ عشان بتحب بعض، عشان شفت في عيون بنتي نظرة كنت بشوفها زمان لأمها. مش فاهم. ديالا أكتر حد حبته في حياتها كانت مامتها، بس للأسف كانت دايما مشغولة، ما كانتش بتفهمها، دايما بعيدة. النوادي والحفلات كانوا حياتها. انفصلنا أنا وهي، ومن شدة حب بنتي ليها ما قدرتش أخدها بعيد عنها. عاشت معها سنة بحالها، كل ما أسألها عاملة إيه مع ماما تكذب وتخترع مواقف حلوة كتير وتقولها لي عشان ما بعدهاش عنها. بس مامتها كانت في حفلة ما وهي راجعة عملت حادثة وماتت. لما أخدت ديالا الشغالين قالوا لي إن والدتها كانت على طول بره. ديالا كانت بتفضل تتصل بيها علشان تاخدها معاها، ما كانتش بتوافق أو حتى ترجع لها. كانت بتستناها كل يوم في السنة في البلكونة، صيف شتاء. ولما ماتت نظرتها ماتت معاها.
كل يوم الصبح عينيها ميتة ورمى من العياط طول الليل على أمها، والصبح أسألها تقول لي مفيش حاجة، عيوني بس تعبانين. ولما جات لي مصر وشفت عينها رجعت تاني فيها نفس النظرة، فرحت وقلت أيا كان السبب هقربه ليها. اتأثر آسر جدا، بس ديالا عمرها ما حكت لي حاجة عن مامتها ولا هتحكي. اتحولت نبرته لنبرة حازمة. بنتي النهاردة الصبح كانت في نفس الحالة. عملت لها ايه يا ياسر؟ أنا جيت من مصر عشان أبقى جنبها، عشان امبارح كان ذكرى وفاة مامتها، بس هي كانت كويسة وقالت لي هتكلمك. تاني يوم ألاقيها كده. ايه اللي حصل؟ اتنهت بحزن. فهي كانت في أشد حاجة ليه، لكن بغبائه بعد. مفيش حاجة يا عم، كل اللي أقدر أقولها لك إن ديالا في عيني، في عيني والله. ممكن أطلع لها لو سمحت؟ اطلع يا ياسر. أول ما طلع خبط على الباب، خبط كذا مرة بس هي ما كانتش بترد. فتحه بالراحة لقاها نايمة على السرير، بص للسقف بشروط. راح وقعد جنبها. دولي ما كانش فيه أي رد منها. مد إيده وحط على شعرها، بصت له، دموعها نزلت. أنا آسف، حمس ليها وهو بيمسح لها دموعها، بس هي برضه ما ردتش. أخدها في حضنه. أنا آسف على امبارح، بس خلاص مش هعمل اعتبار لحد طالما ده هيبقى منظرك. ماله الجنون؟ نامي، نامي في حضني، مش ده اللي انتي كنتي عايزاه امبارح؟ نامي يا قلب آسر. همس بصوت حزين. ليه الدموع؟ ليه بس؟ أنا جنبك وعمري ما هبعد أبدا. أنا ملك إيديكي وهنتجوز بسرعة. هعملك أحلى فرح وهتبقي في حضني كل ثانية، كل ثانية هتبقي معايا، مش هبعدك عني أبدا تاني. غمضت عينها عشان تنام، فهي ما نامتش من امبارح. كان باباها واقف ورا الباب، سمع لكلامه معاها وشاف قد إيه هي ماسكة في حضنه. ابتسم وسابهم ونزل لتحت. أما هو فحس بانتظام نفسها، غمض عينه عشان ينام زيها. فالجنون وراه حزن، حزن عميق، فهو عايز زيها. لكن رعد كان دايما موجود، ومامته أوقات كانت برضو موجودة. أقسم ليها إنه هيعيش معاها كل يوم جنون مختلف، ومش هيخلي للحزن أو الخلافات تخبط على باب بيتهم تاني. جه الليل، كانت قاعدة على السرير مستنياه بتوتر. دخل هو بهبته، ما رفعتش عينها حتى عليه، فضلت تفرك في ايدها بتوتر. قعد جنبها، مسك ايدها. تعالي معايا. فين؟ ابتسم ليها. تعالي يلا البسي هدومك. بس الهدوم يلا، بس انا عامل حساب كل حاجة. راحت وغيرت لبسها وهو كان بتابعها بنظره لحد ما اختفت. وبعد ما خلصت ركبت جنبه العربية، مشوا من غير أي حرس، ما اتكلمتش. وبعد ساعة لقيت نفسها قدام بيت الجبل. نزل من العربية وساعدها إنها تنزل، مسك إيدها بحنان. ادخلي الأوضة دي، هتلاقي صندوق، البسي اللي فيه وتعالي. دخلت من غير كلام. وبعد نص ساعة خرجت وهي لابسة فستان أبيض جميل بين جمالها أكتر. قرب منها وقلب همس. تعالي نطلع فوق. هي ما بقتش قادرة تاخد نفسها، طلعت معاه. فتح باب الأوضة اللي فوق، وقف ومسك الباب ومدل ايدها عشان تدخل. وأول ما دخلت ابتسمت، لقيت الأوضة كلها متزينة بطريقة حلوة قوي. الشموع كانت في كل حتة بطريقة رومانسية. الورد الأحمر كان على السرير، كل اللي بتحلم بيه كان قدامها. بصيت له نظرة معناها إنها بتشكره. قرب هو من الكومود، شغل موسيقى هادية رومانسية. قرب منها وكان بيرقصوا مع بعض في منتهى الحنية. سرحت هي في عمق عينه أثناء الرقصة. بقى بيقرب من السرير وعينه في عينها ببحر من العشق، ما يعرفش هيوصل بيهم لفين. وفي اللحظة دي وصلوا على السرير. نايمها على ظهرها، وهو قرب منها. عينه كانت لسه على عينها، قرب من وشها. هي غمضت عينها بقوة. هي لسه كانت خايفة، بس هو كان بيقرب بمنتهى الرقة. بس فجأة فتحت عينها وهي بتفتكر الليلة دي. فجأة صرخت جدا لما لقيته بيقرب منها بالطريقة دي. رفع عينه ليها، لقاها عمالة بتعيط جامد. قرب منها، قلب همس إنه هو مش حد تاني. قرب منها أكتر. انتي أجمل وأحلى واحدة عرفتها. كفاية، لازم تفوقي، مش قادرة أكتر من كده. كفاية أرجوك، كفاية.
لازم تشوفي رد فعل جسمك. همس في منظر عينها اللي كان مقفول ودموعها اللي نازلة بغزارة خلته قلقان عليها جدا. لا لا لا، كفاية، مش هقدر أكتر، ابعد ابعد. خلاص بعد، خلاص اهدي. فضلت تعيط كتير جدا. انهارت. هو ما كانش قادر ولا عنده القدرة على إنه يهديها أكتر من كده. سابها. فتح درج الكومود، خرج منها حقنة. كان الدكتور قال له عليها، حقنة مهدئة. حاول إنه يسيطر عليها لحد ما اداها الحقنة المهدئة. هي هديت خالص، هديت وهي بتهمس ودموعها مغرقة وشها. نام جنبها بتعب. فحالته من نفسية مش أحسن حاجة خالص. حمد ربنا على إنه بيتبع تعليمات الدكتور بالحرف، وجه هنا بعيد عن الكل وجهز الحقنة دي. وبعد نص ساعة فضل يتأملها. قام ودخل الحمام، أخد حمام بارد، لبس هدومه وخرج. لبسها نفسها وشالها وركبها على العربية ورجع للقصر مرة تانية. أول ما وصل فتح له حارس الباب واختفى. نزل من العربية وشالها، حطها على السرير بتاعها، غير لها هدومها بناء على أمر الدكتور. كلمه وقال له كل حاجة ونام جنبها، حضنها لحد الصبح وهو بيدعي إن يعدي بكرة على خير. ولحد هنا انتهت الحلقة دي. استنونا الحلقة الجاية، بس مستنية كومنتاتكم وآرائكم وتقولوا لنا توقعاتكم للحلقة الجاية. ولحد هنا انتهت الحلقة، استنونا الحلقة الجاية إن شاء الله. ما تنسوش اللايك على الفيديو، الاشتراك في القناة، يا ريت تتأكدوا إنكم فعلين الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار أول ما ننزل الجديد. واستنونا الحلقة الجاية. أشوفكم على خير. باي باي.